طيب يلا بقى نتكلم على منطقة أبايدوس. فبنقول أول حاجة الهيستوري، بنقول أبايدوس is a Greek name. الاسم اليوناني، كلمة أبايدوس هو الاسم اليوناني للمدينة اللي احنا عارفين اسمها إيه، أبجو. المدينة ديت كانت the eighth nome of Upper Egypt، الإقليم الثامن للصعيد. Its modern name today is العرابة، ده الاسم الحديث بتاعها. الاسم اللي هو دلوقتي في منطقة أبيدوس اسمه منطقة العرابة. يعني أنت لو رحت دلوقتي هناك ما ينفعش تقول لهم منطقة أبيدوس، تقول لهم مدينة العرابة أو منطقة العرابة، اللي هي بتقع 420 كيلومتر جنوب القاهرة، جنب مدينة اسمها البليانة في محافظة سوهاج. يبقى ده العنوان بتاعها. أنت لو عايز تروح أبيدوس بتركب لمحافظة سوهاج وبتروح مركز البليانة، وبعد كده بتقول لهم عايز أروح قرية العرابة المدفونة. The ruins of the ancient city covers about 6 times 3 kilometers. يعني المدينة القديمة أو النكروبوليس يعني هناك مساحتها 6 في 3 كيلومتر on the very edge of the desert، على حافة الصحراء west bank of the Nile، الناحية الغربية للنيل. The necropolis of Abydos was called Ta Jisr، ده الاسم القديم بتاعها، or the sacred land، الأرض المقدسة. تا اللي هي أرض، وجسر يعني مقدسة. and was used from prehistoric periods، يعني كانت بتستخدم من عصر ما قبل التاريخ أو ما قبل الأسرات لغاية العصر الروماني، زيها زي سقارة بالظبط. طيب نيجي بقى للعصر الأركايك بيريد، في العصر العتيق أو في العصر اللي هو الأسرات الأولى والثانية. The necropolis of Abydos gained great importance، كانت مهمة جدا في الفترة دي due to the fact that the kings of the first dynasty and only two kings from the second dynasty اللي هم بير إبسن وخا سخموي عملوا ايه بقى؟ built two tombs for themselves، one at Saqqara and one at Abydos. دي حاجة من الحاجات اللي احنا عارفينها من الهيستوري، ان في عصر الأسرات الأولى والثانية كانوا دايما الملوك بيعملوا ايه؟ بيعملوا نفسهم مدفنين. مدفن حقيقي او مدفن اساسي موجود في منطقة أبيدوس، ومدفن رمزي موجود في منطقة سقارة، علشان يرادوا الناس بتوع الجنوب ويرادوا الناس بتوع الشمال. لكن من بعد الملك خا سخموي في الأسرة الثانية وقفوا الموضوع دوت، وجه الملك زوسر زي ما احنا عارفين عمل الكومبلكس بتاعته في منطقة سقارة، وفيها حاجات معمارية أو أشكال معمارية للجنوب للمدافن بتاعة أبيدوس، والحاجات بتاعة الشمال اللي هي المدافن بتاعة سقارة. احنا عارفين طبعا ال الأشكال المعمارية بتاعة مدافن الجنوب اللي هي موجودة في الساذرن مصطبة أو في المصطبة الجنوبية في الكومبلكس بتاع زوسر. والحاجات اللي بتمثل الشمال هي الهرم ذات نفسه، اللي احنا بنسميه النورذرن مصطبة او المصطبة الشمالية، اللي هو بقى الهرم المدرج بعد كده. يبقى هم كانوا بيعملوا one and Saqqara what at Abydos to satisfy both the people of Upper and Lower Egypt. These kings built their tombs، بنوا المدافن بتاعتهم في منطقة اسمها أم الجعاب، تمام، أو أم القعاب، اللي هي أم القلل يعني. The whole area is littered the broken pot shards، أو اللي هي الأجزاء المكسورة من الفخار، اللي هي كان فيها offerings made in later times، بسبب الفخار، كسر الفخار اللي لقوه العلماء في المكان هناك، اللي يدل على إن هم كانوا بيروحوا يعملوا صلوات وقرابين في المكان ده. ده بالنسبة للأركايك، العصر العتيق. نيجي بقى للعصر الأولد كينجدم. After this tradition was abandoned، يعني الناس بطلت تروح أبيروس، فأبيروس lost its importance and became no longer administratively or economically important. يعني أبيروس تم تجاهلها على حساب طبعا منفس وسقارة، فما بقتش مكان لا هو إداري ولا هو مكان اقتصادي مهم. حتى الإله بتاعها اللي هو كان اسمه خنتي إيمنتي، أو إله الغربيين أو سيد الغربيين foremost of the Westerners who was a major funerary deity. يعني الإله ده كان إله محلي مهم، اللي هو خنتي إيمنتي، ما بقاش مهم ولا حاجة، واندمج بعد كده مع الإله أوزوريس. He was worshipped in an ancient mud brick temple، كان بيعبد في معبد من الطوب اللبن، بيرجع dating to the Old Kingdom in an area called كوم السلطان. المكان اللي كان فيه المعبد بتاع خنتي إيمنتيو كان المكان ده في منطقة كوم السلطان. مهم قوي الحاجات دي لأنها بتيجي في المالتيبل تشويس وفي الكومبليت. ده بالنسبة للأولد كينجدم. نيجي بقى للميدل كينجدم. في المملكة الوسطى إيه اللي حصل؟ أبايدوس became the new cult center of Osiris، يعني عبادة أوزايرس اشتهرت بقى في الفترة بتاعت الميدل كينجدم، وبقى أوزايرس هو الإله الأساسي بتاع منطقة أبيدوس، who now occupied very important position in Egyptian religion. Osiris moved from his cult center جدو اللي هي بوزايرس to أبيدوس اللي هي طا أبيجو. يعني إيه اللي حصل؟ أوزايرس أساسا كان بيعبد في مكان اسمه جدو. المكان ده اسمه جدو اللي هو منطقة أبو صير. أبو صير اللي احنا عارفينها جنب سقارة، اللي هي مدينة بوزايرس.
او بوزيريس، يعني مكان اوزوريس. تمام. فالمكان ده اللي هو جدو ده كان بيعبد فيه اوزوريس، انتقل لمين؟ انتقل لمنطقة ابيدوس. يعني بدل ما كان بيعبد في جدو اللي هي بوزيرس، بقى يعبد في تا جسر اللي هي ابيدوس. تمام. where he was identified with his local god خنتي إمنتيو، يعني ارتبط بالإله بتاعها اللي هو كان اسمه خنتي إمنتيو. thus the opposite of Osiris، يعني أوزوريس أخذ ألقاب جديدة زي اللي هو بقى إيه، اللي هو نب جدو. نب جدو اللي هي إيه، منطقة إيه جدو دي اللي هي بوزايرس. تمام، اللي هو المنطقة الأصلية بتاعته. حلو. وكمان أخذ لقب نب أبجو. نب أبجو أو أبجو ده الاسم القديم لمدينة أبايدوس. تمام. أبجو ده الاسم القديم لأبايدوس. يبقى هو أخذ لقبين، سيد جيدو وسيد أبجو. The temple of خنتي إمنتيو was now used for worshiping Osiris. والمعبد اللي كان معمول لخنتي إمنتيو بقى معمول لمين؟ لأوزوريس. This led to the creation of his annual festival. بقى ليه احتفال. Thus, the area of Qom Sultan became very crowded with temples from the Middle Kingdom as well as the private chapels that developed in front of the temple of Osiris. يعني من بعد ما أوزوريس بقى يعبد هناك، فالمنطقة اللي هي بتاعت كوم السلطان اللي هي المنطقة اللي كان فيها المعبد بتاع خنتي إمنتيو، تمام، المدينة دي أو المكان دوت بقى مكان مهم جدا، واتملى معابد من المملكة الوسطى، وكمان مقاصير مخصوصة للناس عاملاها علشان تتعبد فيها للإله أوزوريس. By then, the pilgrimage to Abydos became an important part of the religious life of ancient Egyptians. يعني بقى في رحلة حج لازم بيعملوها المصريين القدماء لمدينة أبيدوس. بقى رحلة الحج دي رحلة مهمة جدا، وخصوصا المتوفي لازم يسجلها على أقبار على الحيطان بتاعت المقابر بتاعته، زي ما شفنا في مقابر بني حسن. which encouraged many kings to make additions to the temple of Osiris. وطبعا كون ان الناس بتروح هناك كتير، فده شجع الملوك ان هم يعملوا معابد لنفسهم هناك في اوزوريس في ابيدوس. Therefore Abydos became one of the national cemeteries of Egypt. ومن هنا اصبحت ابيدوس واحدة من المدافن القومية او المدافن الاساسية في مصر. طيب نيجي بقى لمملكة فترة النيو كينجدم او المملكة الحديثة. King showed great interest in Abydos. يعني الملوك اهتموا جدا بأبيدوس، وكان واضح جدا في الملك سيتي الأولاني وابنه رمسيس الثاني لما كملوا المعابد بتاعتهم وكبروا المعبد بتاع أوزوريس اللي كان هناك. During 18th dynasty, the people mistakenly believed that the tomb of Osiris where his head was buried is that the tomb of King Jer. يعني كان في خطأ، بدأ خطأ ينتشر أو خطأ شائع في الفترة بتاعت الأسرة 18. الناس كانت بتعتقد إن المقبرة بتاعت أوزوريس، تمام، هي مقبرة الملك جر اللي هو كان من الأسرة الأولى، جر of the first dynasty، اللي هي في منطقة أم الجعاب. The tomb was used as a worshipping and offering place to God Osiris. يعني الناس كانت بتروح للمقبرة بتاعت جر وهم معتقدين دي مقبرة أوزوريس ويعملوا عندها offerings. Especially during the reigns of أمنحتب الثاني، في أيام أمنحتب الثاني وأمنحتب الثالث، اللي الاعتقاد ده انتشر قوي في الفترة بتاعتهم. As none of the pottery offerings that were found near the tomb date on an aerial date. يعني ليه بنقول إن الاعتقاد ده انتشر في الفترة دي بتاعت أمنحتب الثاني وأمنحتب الثالث؟ لأن كل كسر الفخار اللي لقيناه هناك بيرجع للفترة بتاعتهم. ما لقيناش كسر فخار بيرجع لقبل الفترة بتاعتهم مكتوب عليه ان ده الاله اوزوريس. وبالتالي اعتقد العلماء ان الاعتقاد ان المقبره بتاعت الجر هي مقبره اوزوريس بدأ ينتشر في فتره امنحتب الثاني وامنحتب الثالث. جميل. طيب it seems that these offerings continued down till the 26th dynasty. يعني فضل الاعتقاد ده شغال لغايه الاسره 26، من ايام امنحتب الثاني والثالث لغايه الاسره 26، والناس معتقده ان المقبره بتاعت جر هي مقبره اوزوريس. طيب from the 20 dynasty onwards أبيدوس seemed to be declining. لكن على العموم من أيام الأسرة العشرين وبدأ أحوال أبيدوس في الانهيار. في العصر البطلمي اللي حصل The necropolis of Abydos was used on a provincial scale. يعني بدأ الاستخدام الأبيدوس دي بس على مستوى إيه؟ provincial، على مستوى إقليمي. يعني الناس اللي هم اللي ماتوا هناك أو اللي كانوا عايشين هناك بيدفنوا في أبيدوس. في العصر الروماني أبيدوس was overshadowed by فيلا. يعني في العصر الروماني تم تجاهل أبيدوس لحساب فيلا، منطقة فيلا في أسوان. ليه بقى؟
لأن معبد فيلة بقى هو مكان العبادة بتاع أوزوريس وكمان الإله بس مع بعض، أوزوريس والإله بس. تمام. يعني أوزوريس غير مكان العبادة بتاعته، بدل ما كان عبادته في أبيدوس اتغير مكان العبادة بقى فين؟ بقى في فيلة. يبقى ده تاني مرة أوزوريس يغير مكان عبادته، بدل ما الأول كان في بوزوريس اللي هي جيدو. تمام. اللي هي ابو قير، بعد كده اتنقل لابيدوس اللي هي ابيجو، وبعد كده اتنقل لفيلا في العصر الروماني. تمام. بعدها بنقول replaced اوزيريس، بنقول انها كانت مركز عباده الاله اوزوريس، والاله بس ايه اللي حصل؟ replaced اوزيريس as the chief god of Abydos، يعني بس اخذ مكان اوزوريس في منطقه ابيدوس. بس continue to be worshipped there until the reign of Constantine the second، يعني فضل يعبد هناك لغايه ايام الملك قسطنطين لما العباده بتاعته اتقفلت، وعبادة كل الآلهة المصرية القديمة اتقفلت، وتم إعلان المسيحية ديانة رسمية للبلاد. Abydos was neglected during the Arab rule، يعني أهملت في أيام العرب. although it was never completely abandoned، يعني ما كانتش مركونة بالكامل، يعني كان في ناس بتروح تقعد هناك، ناس بتخزن الزبيب هناك زي المكان اللي اسمه شونة الزبيب. كانوا بيستخدموا المقابر زي صوامع يتخزن فيها الغلال وكده. تم إعادة اكتشاف أبيدوس إمتى؟ 1718 by Jesuit Sicard after its location was totally lost، يعني أعادوا اكتشاف المكان بعد ما تم نسيانه لفترة ألف أو أكثر من ألف سنة. طب نيجي نشرح بقى النكروبوليس بتاعت أبيدوس. Necropolis of Abydos divided into three cemeteries، بنقسم مدافن أبيدوس لثلاث مناطق. أول منطقة اللي اسمها الساذن سيمتري أو المدفن الجنوبي، والمدفن الوسطاني ذا ميدل سيمتري، وبعد كده المدفن الشمالي اللي هو النورذن سيمتري. طيب ناخدهم بقى واحده واحده. الساذرن سيمتري دي كانت بتستخدم ايام النيو كينجدم لغايه الرومان بيريد، من المملكه الحديثه لغايه العصر الروماني، دي الساذرن سيمتري. الميدل سيمتري كانت بتستخدم من عصر ما قبل التاريخ، يعني دي كانت اقدم جزء في منطقه ابايدوس down to the first intermediate period، يعني كانوا بيستخدموها من عصر ما قبل التاريخ لغايه عصر الانتقال الاول. It was also in constant use during the late period، وكان بيستخدم في العصر المتأخر used as an animal hypogeum، كانوا بيعتبروها مدفن للحيوانات في أيام العصر الروماني burying the ibis birds and dogs. يبقى المدفن في المدفن الوسيط أو المدفن الوسطاني من أيام عصر ما قبل التاريخ لغاية الفيرست intermediate period. الساذن سيمتري من عصر النيو كينجدم لغاية العصر الروماني. النورذن بقى mainly used during the middle kingdom، كانت بتستخدم في عصر المملكة الوسطى. يبقى لما نيجي نرتبهم بالترتيب كده، الميدل سيمتري جت الأول. الميدل سيمتري جت الأول ليه؟ لأنها من عصر ما قبل التاريخ لغاية عصر الانتقال الأول. بعد كده النورذن سيمتري جت بعديها. النورذن سيمتري جت بعديها رقم اتنين، ليه؟ لأنها كانت بتستخدم في الميدل كينجدم، ودي تعتبر it is the biggest cemetery at Abydos، هي أكبرهم في أبايدوس. تمام. and there are four main features dominate the area، وفي اربع مناطق مهمه في المكان هنتكلم عليهم دلوقتي بس نخلص الترتيب. يبقى احنا قلنا الاول الميدل سيمتري، تاني حاجه النورذن سيمتري، تالت حاجه ودي بقى ال الاجدد فيهم الساذن سيمتري لانها من عصر النيو كينجدم لغايه عصر الروماني. طيب نرجع بقى للنورذن سيمتري، بنقول ان فيها شويه مميزات. فور مين فيتشرز، ايه بقى المميزات اللي كانت موجوده في النورذن سيمتري؟ اول حاجه ان كان في the four walled enclosure temple of Osiris، فيها معبد قديم لأوزوريس. تمام. it stands on the northwest corner of the town، يعني هو موجود في الناحية الشمال الغربية من المدينة on the sandy edge in the desert، والاريا دي اسمها كوم السلطان. يبقى المكان اللي فيه معبد أوزوريس، المكان اللي فيه معبد أوزوريس موجود فين؟ موجود في النوردن سيمتري. نربط كده الحاجات ببعضيها. النوردن سيمتري فيها المعبد بتاع أوزوريس. طيب المكان ده فين دلوقتي لما أجي أزوره؟ أروح المنطقة اللي اسمها كوم السلطان. حلو. يبقى في منطقة كوم السلطان في عندنا معبد أوزوريس وعندنا النورذن سيمتري. طيب بعديها بنقول 800 kilometer to the west the temple of Osiris is a high fortress mud bricks known as شونتزبيب. أعتقد دي 800 meters، 800 متر مش 800 كيلو متر.
على بعد 800 متر غرب معبد أوزوريس عندنا منطقة مهمة جدا اسمها شونة الزبيب، أو المكان اللي كان بيتخزن فيه الزبيب. تمام. دي كانت زي حصن كبير كده، هاي فورترس، اسمها إيه؟ شونة الزبيب. جميل. يبقى غرب معبد أوزوريس عندنا إيه؟ عندنا شونة الزبيب. بعديها very close to شونة الزبيب stands another building known as the middle fort. في عندنا مكان اسمه الحصن الوسيط أو الحصن الأوسط. تمام، ده جنب شونة الزبيب. يبقى شونة الزبيب كانت حصن، وجنبها حصن تاني اسمه الحصن الأوسط. Both شونة الزبيب and the middle fort were probably used as the royal funerary palaces. كانت قصور ملكية، تمام، جنائزية، بيستخدموها الملوك في عصر الاركايك بيريود، واللي بعد كده زوسر حطها جنب السازن مصطبة. يعني لو نفتكر كده، زوسر لما عمل السازن مصطبة في المجموعة الجنائزية بتاعته، المجموعة بتاعت زوسر اللي موجودة في سقارة، كان عامل السازن مصطبة هنا الناحية دي، وكان جنبيها ال القصر بتاعه البالاس. تمام، او اللي بنسميه التوكن بالاس، الاتنين جنب بعض في نفس المنطقة. ده ليه؟ لأن كان برضو في أبايدوس في عندنا جنب المصاطب بتاعت الملوك كان بيبقى فيه اللي هو الفورترس، أو اللي فيه البالاسز بتاعتهم، القصور بتاعتهم الموجودة هناك. طيب، بنقول on the edge of the cemetery overlooking the wadi is an area called the staircase of the god. في منطقة اسمها سلالم الإله العظيم. سلالم الإله العظيم دي أو اسمها ردو النترعاء، سلالم الإله، where the people during the Middle Kingdom في عصر المملكة الوسطى erected this stele their stele in order to benefit from the offerings given to Osiris during the religious ceremonies performed in the wadi. يعني في المكان ده، زي ما بنقول لسه برضو كل ده في النوردن سيماتيري، في عندنا مكان اسمه سلالم الإله أو ردوء النترعاء، طريق الإله أو سلالم الإله. الطريق دوت، اللي المكان ده كان بيحصل فيه إيه؟ الناس بتوع فترة المملكة الوسطى، تمام، كانوا بيحطوا اللوح الدينيه بتاعتهم او اللوح الجنائزيه اللي عليها اساميهم. تمام، ليه؟ علشان في الطريق ده كان بيتعمل الموكب الاحتفالي، الريليجيوس سيرمونيز، المواكب الاحتفاليه كانت بتعدي في الطريق ده، في الوادي دوت. فلما الموكب بتاع الاله اوزوريس يعدي في الطريق ده، اللوح الدينيه اللي الناس سايبينها تاخد بركه. زي بالظبط فكره التماثيل اللي هي بتاعت البلوك ستاتيوز، لما كانت تتحط في المعابد عشان طول ما الاله داخل خارج، التماثيل دي تاخد من البركه بتاعت الاله، وبالتالي البركه دي تعود على صاحب التمثال، سواء بقى كان حي او كان ميت. نفس الكلام بالنسبه في الردوء النترعاء، كان لما بيعدي الموكب بتاع الاله، كان المتوفي الروح بتاعته بيجي لها بركه من تمثال الاله اللي كان بيعدي في الردوء النترعاء. طيب، نيجي بقى رابع منطقه في النكروبوليس بتاعه ابايدوس. في عندنا منطقه اسمها ايه؟ منطقه الوادي. منطقه الوادي دي عباره عن ايه؟ The middle and the northern cemeteries are divided by a shallow depression called the wadi. يعني ما بين المنطقه الوسيطه، الجبانه الوسيطه والجبانه الشماليه، في عندنا في النص ما بينهم depression او مكان منخفض اسمه الوادي. المكان دوت forbidden to be used as burial place، يعني كان ممنوع انه يستخدم كمكان للدفن. ان هم كانوا المصريين القدماء حاطين ايه؟ زي يافطه كده مكتوب عليها ممنوع الدفن هنا، محدش يدفن هنا. ليه بقى؟ لان المكان ده كان sacred route for the religious procession of Osiris. ده المكان اللي كان بيعدي عليه الموكب بتاع اوزوريس. تمام. يبقى المكان اللي هو ال- الوادي ده المكان اللي كان بيحصل فيه المواكب الاحتفاليه. تمام. المكان اللي هو اللي بيحصل فيه المواكب الاحتفاليه ده كان جنبيه على طول المكان اللي الناس كانت بتحط فيه الاستيلات بتاعتهم او اللوح الدينيه بتاعتهم. جميل. It remained so until the Greek Roman period او بطولمي الثاني، لغايه عصر بطليموس الثاني فضل المكان ده ممنوع ان حد يدفن فيه. بعد كده بقى ايه؟ يدفنوا فيه عادي، لان اصلا المواكب الاحتفاليه ما بقتش تتم اساسا. Between 1906 and 1907 Professor Garstang discovered the Greek-Roman cemetery in the Wadi. يعني اكتشفوا مدافن من العصر اليوناني الروماني في منطقة الوادي. ده ليه؟ لأن ما بقاش حد بيعدي في منطقة الوادي. تمام؟ دول هم الأربع مناطق اللي موجودين في منطقة أبايدوس. تمام؟
زي ما قلنا المنطقة الأولانية اللي هي الساذرن سيمتري المدفن الجنوبي، والميدل سيمتري المدفن الوسيط، والنوردن سيمتري بالترتيب بتاعهم كده. هنقول ان اول حاجه كانت الميدل سيمتري، كانت بتستخدم من عصر ما قبل التاريخ لغايه العصر الانتقال الاول. تمام. اللي بعديها النوردن سيمتري كانت بتستخدم ايام الميدل كينجدم. جميل. وبنقول ان في النوردن سيمتري كان في عندنا المعبد بتاع اوزوريس في منطقه كوم السلطان، وفي عندنا منطقه اللي اسمها شونت الزبيب، والمنطقه اللي اسمها الميدل فورت. المنطقتين دول جنب بعض. تمام. دول كانوا القصور بتاعه الملوك من عصر العتيق. وفي عندنا كمان الردوء الناترعاه او طريق الاله. تمام. اللي هو بيبص على الوادي وبيحطوا عليه اللوح بتاعه الجنائزيه. رقم ثلاثة الساذن سيمتري كانت بتستخدم من النيو كينجدم لغايه العصر الروماني. تمام. طيب بعد كده الرابع منطقه اللي هي منطقه الوادي، المنطقه رقم أربعة اللي هي منطقه الوادي، ودي كانت الطريق اللي كان بتمشي فيه المواكب الاحتفاليه. وده كده بالنسبة لأبايدوس. دلوقتي بقى نتكلم على المعبد بتاع سيتي الأولاني في أبايدوس. فبنقول أول حاجة it was begun by city the first، يعني اللي بدأوا سيتي الأولاني واللي خلصوا زي ما احنا عارفين اللي هو ابنه رامسيس the second. In fact this structure built of fine white limestone، اتبنى بالحجر اللي هو اللايمستون. one of the most impressive religious structures in Egypt، واحد من أكبر وأحسن المعابد في مصر. In the 19th dynasty, Seti I began to restore Abydos. بدأ يرمم أبيدوس to its former glory after it was overshadowed under Akhenaton's rule. يعني بعد الفترة بتاعت إخناتون أبيدوس اتركنت على جنب، فسيتي الأولاني بدأ يرجعها تاني للنور وبدأ يرممها من جديد. He began to build what is maybe the most beautiful temple ever، واحد من أحلى المعابد in white limestone to all gods. المعبد ده معمول لكل الآلهة and all former kings، ولكل الملوك بتوع مصر. And he placed it near an earlier temple by a processional path. يعني حطه جنب المعبد القديم بتاع أوزيرس اللي كان موجود هناك، والطريق القديم اللي هو كان بيبقى فيه المواكب بتاعت الاحتفالات. The main reason for him to build such a temple because، يعني ايه السبب بقى اللي خلاه يبني المعبد دوت؟ He probably wanted to establish his divine right to the throne. يعني ايه؟ احنا عارفين ان سيتي الاولاني ما كانش من العيله المالكه، يعني سيتي الاولاني ورمسيس الاولاني ابوه ما كانوش دول اصلا من الاسره ال 18، يعني هم لا ينتموا للاسره ال 18. امال هم ازاي طلعوا على العرش؟ ان احنا عارفين ان رمسيس الاولاني طلع بالترشيح، يعني تولى الحكم بالترشيح من حور امحب. Ramses the first was of low birth and had been raised to office as vizier by حورمحب. احنا عارفين ان حورمحب في نهاية حياته ما كانش عنده اولاد، فرشح صديقه رمسيس الاولاني ان هو يكون الملك من بعده. وبالتالي ان في مصر ان ملك يرشح ملك دي كانت حاجه غريبه جدا. وبالتالي رمسيس الاولاني والاسره 19 ما كانش عندهم الشرعيه الملكيه او الشرعيه اللي هي بنسميها شرعيه الدم، او الشرعيه الالهيه ان هم حتى يطلعوا على العرش. فرمسيس الاولاني بعد ما حكم سيتي الاولاني قرر ان هو ياسس لنفسه وياسس لاولاده من بعده شرعيه دينيه وشرعيه بالدم، ان هم يثبتوا نسبهم الاسره ال 18، ويثبتوا ان هم يقدروا يكونوا ملوك لمصر. فبنقول ان سيتي الاولاني لما بنى المعبد دوت غالبا كان بيحاول يعمل لنفسه شرعيه دينيه. تمام. علشان يبرر نفسه يبرر للشعب ان هو يبقى الملك، وكمان يبرر ان ابنه من بعده واحفاده من بعده ان هم هيكونوا ملوك. المعبد ده اسمه ايه؟ اسمه حوت شيبست. حوت شيبست يعني ذا جويفل تمبل، او المعبد السعيد، او المعبد المقدس يعني. حوت شيبست نتحح بتاع آلاف السنين، عايزين نجزأها حتة حتة. حوت شيبست يعني جويفل تمبل نتحح بتاع ملايين السنين. انرمبوت، انرمبوت ملايين السنين بتاع مين؟ النسوت بيتي بتاع ملك مصر العليا والسفلى من معط رع اللي هو الاسم بتاع سيتي الاولاني. يبقى حوت شيبست يعني ذا جويفul تمبل. نتحيح انرمبوت بتاع ملايين السنين. النسوت بيتي بتاع ملك مصر العليا والسفلى من معط رع. طيب المعبد دوت له ميزتين، تو unusual features، ميزتين ما تكرروش في اي معبد قبل كده. ان هو اول حاجه it takes the inverted L letter، واخد شكل حرف ال المقلوب، ودي برضو من الحاجات اللي ما شفناهاش في المعبد في اي معبد تاني.
الحاجة التانية إن هو it is dedicated to city the first and 7 different deities. يعني المعبد دوت مش معمول لإله واحد، لا ده معمول ل7 آلهة وسيتي كمان ذات نفسه، يعني سيتي بيعبد في المعبد ده. اوزيريس اند ايزس دول الاساسيين along with بتاح سكر، نفرتوم، راحور اختي، امون اند حورس. يبقى ال7 آلهة اللي بيعبدوا في المعبد اوزيريس، ايزس، بتاح سكر، نفرتوم، راحور اختي، امون، وحورس. سيتي ذا فيرست ذات نفسه كان له شراين معاهم. Two kinds of rituals were performed in this temple daily rituals for the deities. يعني بيتعمل طقسين من الطقوس الدينية في المعبد دوت. في الطقس اليومي بتاع الآلهة أو طقوس الصلوات اليومية بتاعت الآلهة، وفي طقس بيسموه and the ancestors ritual طقوس الأجداد. يعني ده كان زي طقس جنائزي بيتعمل كزي إيه نوع من الصلوات على أرواح الملوك المتوفين، تمام، وعلى روح سيتي الأولاني in the shrine of city the first. يبقى الطقسين اللي بيتعملوا في طقوس دينية، الطقوس اليومية اللي هي بتاعت الأرواح بتاعت طقوس الآلهة أو الصلوات للآلهة، وفي طقوس بتاعت الأجداد اللي بتتعمل في الشراين بتاعت سيتي الأولاني. المعبد متكون من رامب اللي هو المطلع، وبعد كده في فرونت تيرس المدخل، تو بايلونز اللي هو البوابتين، تو كورتس وراهم الصالتين اللي وراهم، بيلر بورتيكوز صالات عمدان، followed by two hypostyle halls يعني اللي هي صالات الأعمدة الكبيرة، 7 chapels مقاصير 7 مقاصير اللي فيها الآلهة، and additional chambers وفي عدد من الأوض ناحية الساوث making up the short leg of the L. يعني الأوض اللي هو الجناح اللي هو ناحية الساوث عامل الحرف الرجل القصير اللي هو حرف ال القصير، تمام. ولما نيجي نبص كده على التصميم اهو زي ما احنا شايفين ادي التصميم قدامنا، وده شكل حرف ال اللي هي موجودة ناحية الشمال اللي هي ناحية الساوث يعني من المعبد. طيب storage chambers fill the area from the southern wing. يعني في عدد من الغرف اللي هي غرف التخزين دي موجودة ناحية الساذرن وينج to the front of the temple. يعني مليانة من ناحية الناحية الجنوبية للمعبد لغاية واجهة المعبد فيها غرف للتخزين. The main body of the temple was symmetrically back to the 7 chapels. يعني المعبد دوت الاتجاه بتاعه لما نيجي نبص كده على الاتجاه هنلاقي ان الاتجاه بيدخلك من اول المدخل علشان توصل لغاية ال7 shrines في الاخر. يعني ده اتجاه الزيارة او الاكسس بتاع المعبد او اتجاه الزيارة من تحت لغاية ال7 shrines، ده اللي هو اخر حتة في المعبد واهم جزء في المعبد. Back to the 7 chapels. It should be noted that the first pylon والفيرست اوبن كورت، السكند بايلون والسكند اوبن كورت، دول كلهم بناهم وزخرفهم رمسيس الثاني. والحته دي مهمه جدا، يعني لما بنيجي نقول وبيجي فيها اسئله كتير، لما بيجي يتقال في الامتحان ايه الاجزاء اللي ضافها رمسيس الثاني للمعبد، فهنقول الفيرست بايلون فيرست اوبن كورت، السكند بايلون السكند اوبن كورت، كل الحاجات دي ضافها رمسيس على المعبد وزخرفها، تمام. بس دي الحاجات اللي ضافها على المعبد، في حاجات تانية رمسيس زخرفها على الزخرفة بتاعت باباه، تمام. يعني ده حاجة وده حاجة. ناخد من أول الفيرست بايلون أو الجزء اللي عمله رمسيس الثاني. الفيرست بايلون built by Ramesses II out of sandstone معمول من الحجر الرملي used to consist of two towers فيه برجين، تمام. the northern and the southern towers البرج الشمالي والبرج الجنوبي. It is approached by staircase بنطلعه بسلالم and were decorated by the battle scenes of Ramesses II. تمام. يبقى نكتب على دي كده أول سينز خالص نكتب عليها رقم 1. أول سينز موجودة في المعبد اللي هي السينز بتاعت الباتل سينز بتاعت رمسيس الثاني. لازم نخلي بالنا ان احنا السينز دي كلها متدمره. يعني اول سينز هنبص عليها هي السينز اللي في الفيرست هايبوستايل هول، تمام. لكن فيما عدا ذلك احنا ما عندناش اي سينز من السينز الموجوده، لا الفيرست بايلون ولا الفيرست اوبن كورت ولا السكند بايلون ولا السكند اوبن كورت. اول سينز موجوده من عند الفيرست هايبوستايل هول علشان ما نلخبطش نفسينا. طيب احنا ليه بنكتب هنا ارقام؟ علشان نيجي على الرسمه بتاعه المعبد ونعمل نكتب الارقام دي موجوده على الرسومات بتاعتها موجوده فين. يعني دلوقتي احنا موجودين في الفيرست بايلون، حلو. طيب هنيجي عند الفيرست بايلون ونكتب اول حاجه نكتب رقم 1 اللي فيها الرسومات بتاعه الباتل سينز، تمام. نعمل هنا نكتب رقم 1 يبقى ده كده
هنا في عندنا باتل سينز. تمام. طيب فبنقول ان الباتل سينز موجوده على التاورز بتاعت الفيرست بايلون. now completely damaged، متدمره بالكامل except for some blocks of the interior face of the southern tower. يعني مش باقي غير شويه احجار من البرج الجنوبي اللي موجود في المعبد. عايزين برضو نكتب هنا المفتاح الخريطه او يعني الاتجاهات. احنا عندنا هنا الساوث وعندنا هنا النورث. تمام. يبقى عندنا هنا الايست وعندنا الويست، يعني المعبد اتجاهه ايست ويست، او الاكسس بتاع المعبد ايست ويست. وده يعني شيء منطقي لو جينا نفكر فيه، هنلاقي ان هو من منطقي ان المعبد بتاع اوزيريس يكون اتجاهه ايست ويست، لان الويست هو المكان بتاع الغرب، المكان اللي فيه عالم الاخر. فمن المنطقي ان المعبد يكون اتجاهه شرق غرب، بحيث ان الغرب يكون ناحية الصحراء، ناحية المكان اللي فيه العالم الاخر. طيب نيجي بقى ناخد الفيرست اوبن كورت. after passing through the gateway of the pylon you find the first open court. هتوصل للصالة بتاعت الصالة المفتوحة الأولانية. is erected by Ramesses II برضو now in ruins. The walls of this court were also decorated by the battle scenes of Ramesses II. يعني برضو نكتب كده رقم 2، السينز اللي موجودة في الأوبن كورت برضو السينز بتاعت الباتلز بتاعت رامسيس ذا سكند. نكتب هنا رقم 2 علشان نبقى عارفين ان السينز اللي هنا بتاعت الباتل سينز بتاعت رامسيس ذا سكند. طيب to the north and south sides of this court there are two circular basins. في عندنا الحفرتين او البيزنز اللي هو الاحواض يعني بتاعت التطهير used for purification for the worshippers in this temple. اهم دول two purification basins، ادي واحد وادي التاني اهم. تمام. دول الحوضين بتوع التطهير. near the northern basin ناحية الحوض الشمالي still can see a deep well. ممكن نشوف البير which indicates the function of both basins. يعني المفروض ان في بير ميه موجود في المكان ده هنا. تمام. بير الميه دوت بيجيب الميه من تحت الارض وينزلها في الحوضين، الحوض دوت، وبعد كده ينزل كمان في الحوض دوت عن طريق البايبس او التجاويف اللي في الارض اللي عاملينها علشان توصل للميه. At the back of the court there is a flight of steps، في سلالم leading up to a portico. في عندنا السلالم اهي. تمام. السلالم ديت بتودينا على البورتيكو. ادي البورتيكو اهو. تمام. البورتيكو دوت فيه عمدان موجوده فيه. حلو الكلام. فبنقول ان هو supported by 12 pillars of limestone and sandstone. 12 pillars اهم، ادي 1 2 3 4 5 6 على اليمين وستة التانيين على الشمال. 3 4 5 6. تمام. يبقى ال 12 pillars دول معمولين من اللايمستون and sandstone. اوكي. البيلرز دي decorated by Osiris statues of Ramesses II. يعني كان موجود عليهم تماثيل أوزيرية، تماثيل رمسيس الثاني وهو واقف بالشكل الأوزيري. طبعا كل الكلام ده راح، يعني كل الكلام ده متدمر. يعني لما نيجي نزور المعبد دلوقتي هنلاقي ان اول مكان اللي هو من عند السكند بورتيكو بيدخلنا على الهايبوستايل هول، ده اول مكان بيتزار في المعبد. لكن الفيرست بايلون، الفيرست اوبن كورت والبورتيكو والسكند بايلون والسكند اوبن كورت دول كلهم متدمرين. طيب نيجي بعد كده للسكند بايلون. فمن it was built by Ramesses II used to consist two towers، برضو في برجين، the northern and southern towers برضو كلهم completely damaged except for some blocks of stone زيهم زي اللي فاتوا بالظبط on the northern and southern tower. The northern tower was decorated by، ادي عندنا سين تانية اهو، نكتب كده جنبيه رقم 3. ده السين رقم 3. عندنا ايه؟ رسومات للنيمز اند فيجرز، الاسامي بتاعت اولاد وبنات رمسيس الثاني. دول موجودين فين؟ موجودين على النوردن تاور. الساذرن تاور عليه الاسامي والرسومات بتاعت الولاد. يبقى النوردن تاور نوردن عليه رسومات الدوترز. تمام. الساذرن عليه رسومات السانز، حتى ممكن نعملها ساذرن سانز، ساذرن سانز، نوردن دوترز، نوردن دوترز، ساذرن سانز. اوكي. يبقى رقم 3 النوردن تاور عليه اسامي البنات. رقم 4 الساذرن تاور عليه اسامي الصبيان. اهو ممكن نكتبهم هنا كده. نكتب ان هنا رقم 3 3 اللي هو النوردن بتاع الدوترز، و4 بتاع السانز، الساذرن بتاع السانز. 3 دوترز و4 السانز. يبقى دي كده السين رقم 4. احنا بعد ما بنخلص توزيعة السينز كلها بنيجي في ورقة خارجية
ونكتب. يعني مثلا بنيجي هنا كده في ورقه زي كده من بره، تمام، ونكتب مثلا هنا رقم واحد عندنا السين بتاع الباتل سينز مثلا بتاعت ذا سكند، نكتب المكان اللي هي فيه، تمام. رقم اتنين عندنا باتل سينز برضو موجودة في الأوبن كورت. بعدها رقم ثلاثة السينز النيمز والفيجرز بتوع البنات بتوع رمسيس. رقم أربعة النيمز والفيجرز بتاعت ولاد رمسيس، وهكذا. نكتب كل الحاجات دي بالمكان بتاعها علشان نبقى عاملين زي إيه، زي كتالوج لكل السينز اللي موجودة في المعبد. طيب نكمل بقى السكند اوبن كورت. فبنقول the second court was also decorated by Ramesses II showing scenes of him before different deities. يبقى احنا عندنا كده ادي السين رقم خمسة. السين رقم خمسة بيبين رامسيس II وهو بيعمل السينز اوف هيم، يعني بيعمل اوفرينجز للسينز، بيعمل اوفرينجز للديتيز. تمام اهو نكتب هنا كده رقم خمسة جنب الحيطان بتاعت الاوبن كورت ان دي السينز بتاعت الاوفرنجز بتاعته. At the back of this court برضو في عندنا ramp that leads up to a portico بيوصلنا البورتيكو. البورتيكو ده برضو معمول على 12 square pillar of limestone resting on sandstone bases اهو. ادي عندنا السكند بورتيكو او سكند بورتيكو في 12 عمود، برضو في رامب او سلالم بتطلعنا للسكند بورتيكو. طيب الظريف بقى ان السايدز اوف ذا بيلرز شو سينز اوف رامسيس II adoring different deities. يعني البيلرز دي نكتب كده جنبيها رقم 6، ده السين رقم 6 اللي موجود في المعبد هنا، تمام. رقم 6 عندنا ايه؟ عندنا السينز بتاعت رامسيس II وهو بيعمل offerings وادورينج للديفرنت deities. يبقى السكند اوبن كورت فيها رسومات لرامسيس II بيعمل offerings للديفرنت deities، وعلى البيلرز برضو رسومات لرمسيس الثاني وهو بيأدور different deities. Originally, the back of the second open court was built by Seti the First had 7 entrances. يعني ايه بقى؟ المكان ده من اول المكان ده الجزء اللي كان بدأه سيتي الاولاني، او ده اخر حاجه بناها سيتي الاولاني. المدخل بتاع المعبد كان في المكان ده، تمام. يعني لما نيجي نعمل نشد خط كده هنلاقي ان المفروض ان لغايه هنا ده كان الجزء اللي بناه، اللي فوق الجزء اللي فوق ده كده سيتي الاولاني. الجزء اللي تحت ده كله اللي زوده رمسيس الثاني، تمام. فمن اول هنا من اول السفن انترانسز دول ده كده بدايه المعبد اللي عمله سيتي. حلو. طيب ودي بنعتبرها ان دي اول تغيير عمله رمسيس الاولاني. يعني لو ما نيجي نعمل التغييرات كده نكتب حرف الاي، دي على اساس التغييرات اللي عملها رمسيس الثاني في المعبد. ايه هو اول تغيير عمله؟ ان رمسيس الثاني قفل 5 مداخل اهو، قفل 5 مداخل من ال7 مداخل اللي كان عاملهم سيتي الاولاني. يعني لما نيجي نبص كده في الماب هنلاقي ان هنا في كم مدخل. في عندنا ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة، ادي ستة، وادي سبعة الناحية التانية، 7 مداخل. رمسيس الثاني عمل ايه؟ راح قفل منهم 5، تمام. يعني قفل ادي واحد، قفل اتنين، قفل تلاتة، تمام، قفل أربعة، قفل 5، وساب الاتنين اللي في النص. ساب الاتنين اللي في النص يبقى هما المدخل بتوع المعبد. It should be noted that the wall behind the portico was erected by Seti the First, but the pillars by Ramesses the Second. يعني ايه؟ دلوقتي الحيطة اللي هي كانت ورا البورتيكو، تمام. يعني المفروض ان كان في ورا البورتيكو دوت، المفروض ان هو كان في حيطة، يعني دي كانت حيطة، الجزء ده كان حيطة. حلو. الحيطة دي كان فيها ال7 مداخل. دلوقتي احنا بنقول ان رمسيس الثاني عمل العمدان البيلرز، اللي هي انهي عمدان؟ اللي هي البيلرز دول اللي هم ال 12 بيلر، تمام. لكن الحيطه اللي وراهم، الحيطه اللي وراهم اللي هي كان فيها الخمس او ال7 مداخل اللي رمسيس قفل منهم 5، الحيطه اللي ورا دي اللي عملها سيتي الاولاني. تعالوا نمسح المكان ده كده عشان يبقى الموضوع سهل ويبان تاني. نقول مره تانيه. دلوقتي المفروض ان احنا عندنا هنا في الجزء دوت في عندنا المدخل اللي كان عامله سيتي الاولاني. حلو اهو. هنا كان في حيطه
الحيطة دي كان فيها 7 مداخل، 1 2 3 4 5 6 7. حلو. العمدان اللي هنا دي عملها رمسيس الثاني، اللي هي العمدان بتاعت السكند بورتيكو. بعد ما رمسيس الثاني خلص العمدان دي، راح قفل ايه؟ قفل 5 مداخل، قفل المدخل اللي هنا، وقفل المدخل اللي هنا، تمام، وقفل المدخل اللي هنا، ادي كده 3، وراح قفل وادي 4، وقفل اللي هنا ادي كده 5، وساب المدخلين اللي في النص بس. حلو الكلام. طيب نيجي نتكلم بقى على السينز اللي موجوده في السكند اوبن كورت. تمام. فبنتكلم على اول حاجه خالص الساوث ويسترن وول اوف ذا فاساد. الساوث ويسترن وول اللي هي المدخل القديم بتاع المعبد. المدخل القديم بتاع المعبد، يعني لما نيجي نبص كده اهو، المدخل القديم بتاع المعبد اللي هو الحيطه دي، المفروض ان ده الفساد اللي هو هنا. تمام. في اخر السكند اوبن كورت، الحيطه دي او اللي هو الوول ده، ده الوول اللي كان بادئ بيه سيتي الاولاني المعبد، يعني دي كانت البدايه القديمه للمعبد. وكان عامل فيها 7 مداخل زي ما قلنا، ادي 2 3 4 5 6 7، 7 مداخل. وجه رمسيس راح قفل منهم كام؟ 5. ادي 2، ادي 3، وبعد كده قفل اخر 2، ادي 4، ادي 5، وساب المدخلين اللي في النص بس، هم دول اللي كان سايبهم للمعبد. تمام. فاول حاجه نتكلم عليها هي السينز اللي موجوده الناحيه دي، يعني من ناحيه في ظهر البورتيكو على طول. تمام. ايه السينز بقى اللي موجوده عندنا؟ اول حاجه الساوث ويسترن وول اللي هي الحيطه اللي هنا، الساوث ويسترن وول اللي هي الحيطه اللي هنا. تمام. في عندنا اول حاجه بيقول to the left of the entrance، على شمال المدخل. في عندنا رسمه لرمسيس الثاني وهو بيعمل اوفرنج للساين اوف ماعت، وهو بيقدم علامه ماعت، ووراه واقف ايزيس، وواقفه ورا واقفه ورا اوزايرس، وكمان معاها سيتي الاولاني. The scene is surrounded by a text showing prayers to Osiris، يعني في صلوات للاله اوزايرس. طبعا ده رسمه تقليديه جدا بتبين ان رمسيس الثاني وهو زي كانه داخل المعبد خلاص، فهو بيعمل اوفرنج للاله بتاع المعبد، بيقدم علامه ماعت. طيب السين ده هنكتب عليه رقم 7. تمام. بعديه على طول في رسمة تانية، رمسيس الثاني raising his hand and pointing towards a dedicatory text، بيشاور على التأسيس بتاع المعبد، أو بيشاور على النص اللي بيحكي قصة تأسيس المعبد. بنقول إن النص دوت is the longest of Ramesses the second reign، هو أطول نص من عهد رمسيس الثاني. It mentions several historical facts among which how Seti the first chose Prince Ramesses to be his co-regent. يعني من ضمن الأحداث اللي بتحكي في النص دوت إن سيتي الأولاني اختار رمسيس الثاني علشان يبقى ولي العهد من بعده. وإن إزاي رمسيس the second visited the temple of his father during his first regnal year and find it unfinished. وإزاي راح المعبد ولقى المعبد مش كامل، وبعد كده the story of the temple completion، يعني هو بعد كده إزاي كمل المعبد. ده كده السين رقم 8. يبقى احنا عندنا دلوقتي السين رقم 7 ورقم 8 اللي هم هيبقوا موجودين الناحية دي. ممكن نمسح هنا كده السهم دوت عشان نبقى فاهمين اهو، ونكتب هنا 7 و8. سين رقم 7 موجود هنا على شمال المدخل، والسين رقم 8. جميل. موجودين فين؟ موجودين على الحيطة الساوث ويسترن وول، أو الحيطة الغربية من ناحية الساوث، أو على شمال المدخل. تمام. نيجي بعد كده للنورث ويسترن وول، أو الحيطة الغربية من ناحية الشمال، يعني يمين المدخل. تمام. يمين المدخل اللي هي الحيطة اللي هنا، ده كده يمين المدخل. في عندنا ايه السينز بقى اللي موجودة؟ في عندنا to the right of the entrance، في عندنا رسمة الحورس وأيزيس وسيتي in procession. حورس وأيسس وسيتي بيتمشوا مع بعض أهو، رقم 9. بعد كده عندنا رسمة رمسيس الثاني وهو قاعد جنب الإيشيد تري، الإيشيد تري of Heliopolis receiving the royal scepters and the flail from راحورختي، وبياخد على العصيان بتاعت الملك، اللي هي العصاية السبتر والفليل، اللي هي العلامة اللي هي اسمها الكروك اللي هي العلامة بتاعت الراعي، والعلامة اللي هي الفليل اللي هي المنشة اللي هي عاملة كده. بياخدهم من راحور أختي وراء أوزيرس. والإله بتاح بيكتب أسامي رمسيس الثاني على الشجرة. تمام. وتوت is recording his jubilees، وتوت بيكتب أسامي، بيكتب الاحتفالات بتاعته. يبقى ده كده السين رقم 10. يبقى إيه هو السين؟ عندنا رمسيس الثاني قاعد جنب الإيش تري،
تمام. وبياخد السبترز من راحور اختي وراء اوزيرس، وبتاح وتوت بيكتبوا الاسامي وبيكتبوا الاحتفالات بتاعه رمسيس الثاني على الشجره. جميل. نيجي بعد كده للسين رقم 3. في عندنا رمسيس الثاني وهو رايح القصر led into the palace. ومين اللي موديه القصر؟ حورس وخنوم. تمام. The scene is entitled Introduction of the King into the Mansion of his father راحورختي. يعني السين ده بعنوان استقبال جلالة الملك داخل قصر باباه راحورختي. يبقى السينز دي اللي هي موجودة على يمين المدخل، يبقى كده نكتب عليهم رقم 9 و10 و11. نمسح بس الحتة دي كده عشان نعرف نكتب. أو رقم 9 الناحية دي، رقم 10، تمام، ورقم 11. دي السينز اللي موجودة على يمين المدخل بتاع المعبد، اللي الحيطة اللي كان عاملها سيتي الأولاني، وجه رمسيس الثاني راح زود عليها الرسومات بتاعته على المدخل دوت. احنا ممكن نعتبر ان الرسمه اللي هي من الناحيه دي تعتبر واحده من التغييرات اللي عملها رمسيس الثاني على اللي عملها على المعبد. يعني احنا قلنا ان التغيير الاولاني اللي كان عمله رمسيس ان هو قفل 5 مداخل من السبعه بتوع الباب. فاحنا ممكن نعتبر ان ده برضو ده نوع من التغيير، ان هو ال غير السينز اللي كانت موجوده على المدخل. تمام. وزود الرسومات بتاعته هو، يعني هو لما حط الرسمه بتاعته وهو داخل الموكب بتاع المعبد، وبعد كده وبيعمل ديديكاتوري تكست، وبعد كده الرسمه بتاعت ان هو جنب الايش تري. فاحنا ممكن نعتبر ان ده من التغييرات اللي كان عاملها رمسيس الثاني على الجزء اللي كان بناه بابا. تمام. ده كده السينز اللي هي موجودة على المدخل القديم للمعبد من ناحية السكند اوبن كورت. نيجي بعد كده بقى نخش على الفيرست هايبوستايل هول. الفيرست هايبوستايل هول was built by city the first. تمام. يعني احنا عارفين ان هو الجزء ده من اللي بنيه سيتي الاولاني using both limestone and sandstone in its construction. The hall is rectangular. الهول الصالة مستطيلة measuring 60 meters، طولها 60 متر from north to south و 14 meters from east to west. تمام. The hall contains 24 papyrus bud columns، فيها 24 عمود. تمام. في الهايب ستايل هول arranged in pairs. These sandstone columns measure 7.5 centimeters meters in height. ارتفاعهم 7.5 متر. The facade of this hall originally had 7 entrances. المدخل بتاع الصالة دي 7 مداخل، 5 منهم blocked by Ramesses II. The first hypostyle hall is separated from the second hypostyle hall by the means of a sandstone wall. في الحيطة اللي فيها 7 مداخل تانيين اللي هم موجودين هنا اهو. ادي الحيطة التانية اللي بتفصل ما بين الفيرست هايبوستايل هول. ادي الفيرست هايبوستايل هول وادي السكند هايبوستايل هول، بيفصل ما بينهم حيطة تانية فيها برضو 7 مداخل اهم. 2 3 4 5 6 7. تمام. وبرضو بنقول ان ال7 مداخل دول برضو رمسيس قفل منهم 5. Originally each doorway had a double door of cedar wood decorated by gold and silver. يعني كان المفروض ان في البيبان الخشب بتاعه الحيطه دي كانت معموله من خشب الارز ومتطعمه بالذهب وبالفضه. طيب الديكوريشن بقى بتاع الصاله ديت، فبنقول اول حاجه City the first decorated the entire hall by scenes. يعني كان متزخرفه بالكامل made in high relief. بس ايه اللي حصل بقى؟ However, Ramesses II converted all of them into sunk relief. ده كده التغيير رقم 2. يبقى نكتب كده بي جنبيها. ليه بقى؟ لان ده تاني حاجه عملها رمسيس الثاني، غيرها في الحاجات بتاع باباه. ان هو عمل ايه؟ غير كل الرسومات اللي كانت موجوده بالهاي ريليف، خلاهم كلهم بالسانك ريليف following the outlines of city the first. يعني هو مشي على نفس الرسومات بتاعه سيتي الاولاني، وغيرهم كلهم من هاي ريليف لسانك ريليف، وعمل لهم ريبينتنج، يعني اعاد التلوين بتاعهم. Traces of the original decoration still can be seen on the door thickness. يعني نعرف نشوف التغيير اللي حصل دوت من السمك بتاع الابواب. تمام. لما الرسومات فيه اتغيرت. والحته دي هي في رايي الشخصي اهم حاجه في المعبد، غير طبعا الجزء بتاع صاله الاجداد.
او الجزء اللي فيه اسامي الملوك اللي فاتوا، اللي هي الليست، الابايدوس ليست. المكان، الحته دي في المعبد هي اكتر حاجه بتميز المعبد. يعني لما نيجي ندور مثلا على جوجل ونكتب ابايدوس، نكتب كده على جوجل ابايدوس هليكوبتر، او الطياره الهليكوبتر بتاعت ابايدوس، هنلاقي الصوره المشهوره بتاعت الرسمه اللي فيها شكل الغواصه وشكل الهليكوبتر وشكل الدبابه اللي موجوده في الرسمه في المعبد. طبعا الناس كلها لما بتشوف الصوره دي بيقول لك الحق اهو ده الالينز هم كانوا موجودين في مصر. هم طبعا ما يعرفوش، او احنا دورنا كمرشدين ان احنا بعد ما بنوريهم المكان دوت اللي موجود على السقف، موجود في واحد من الاسقف اللي في صاله العمدان، موجود في من فوق في في الكاميرا اللي يعني خلينا نسميها الكاميرا اللي شايله العمدان من فوق، اللي متشاله، انا اسف، على العمدان. هنلاقي الرسمه اللي هي بتاعت الابايدوس هليكوبتر، ودي نتيجه لايه؟ ان رمسيس الثاني غير الرسومات، بدل ما كانت هاي ريليف غيرها لسانك ريليف. وبالتالي الرسمه لما اتغيرت والفنان نحت رسمه فوق رسمه تانية، فده طلع لنا الشكل الغريب بتاع الهليكوبتر والجلايدر والسبمارين والتانك اللي موجودين في المعبد. طيب نكمل بقى، فبنقول all the columns are decorated by scenes of Ramses II adoring and making offerings to deities of the temple. يعني بنقول ان كل العمدان اللي موجوده في المعبد موجود عليها رسومات رمسيس الثاني وهو بيعمل adoring للآلهة. طيب الرسومات بتاعت الأوضة بقى الهايبوستايل هول، فعندنا الإيسترن وول. الإيسترن وول اللي هي الحيطة أول ما نخش من الصالة على ناحية الشمال. فبنقول الحيطة دي فيها ثلاث رسومات مهمين جدا representing the foundation of the temple، بتعبر عن تأسيس المعبد. السين الأولاني هنكتب عليه رقم 12، بيبين الكينج is shown wearing the red crown، ملك لابس التاج الأحمر، standing before Osiris fashioning the bricks of the temple of millions of years. يعني بيعمل إيه؟ بيظبط الأحجار أو بيختار الأحجار اللي هيبني بيها المعبد. بعديها الرسمة رقم 13 هنقول إن الكينج واقف مع الإلهة سيشات اللي هي الإلهة المسؤولة عن المقاييس، وبتقيس أبعاد المعبد. تمام؟ في وجود الإله أوزيريس. بيقيسوا إزاي الأبعاد المعبد؟ عن طريق فور ستيكس، أربع عصيان placed in the four cardinal points، في الأربع اتجاهات بتوع المعبد. بعد لما خلصوا الاختيار بتاع الأحجار وبناء المعبد، نيجي عندنا السين 3 اللي هو رقم 14. الملك بيعمل ايه؟ covering the walls of his temple in the pilaster in the presence of Horus and Isis. يعني هو بيغطي الحيطان بتاعة المعبد بطبقة الجص اللي هو البلاستر في وجود حورس وإيزيس. طيب تعال نكتب الرسومات دي موجودة فين. احنا هنا 12 اهي، 12 الناحية دي أول ما بنخش من على الشمال، 12 و13 جنبيها 14 من أول ما نخش على الشمال. تمام. طيب ده بالنسبه للسينز اللي موجوده في الهايبوستايل هول من ناحيه الايست. يبقى عندنا الرسمه 12، الملك وهو بيختار الاحجار بتاعت بناء المعبد. بعد كده السين رقم 13 الملك والاله سيشاط وهم بيقيسوا ابعاد المعبد. وبعد كده السين رقم 14 الملك وهو بيغطي حيطان المعبد بطبقه البلاستر او طبقه الجص اللي هيترسم عليها ويتلون عليها بعد كده جوه المعبد. طيب نتكلم بقى دلوقتي على النورذرن وول، الحيطة الشمالية جوه الهايبوستايل هول. فنقول it contains the scene of the king being purified by Horus and Thoth. يعني بنقول إن الملك بيتم تطهيره، بيتنظف يعني، بيستحمى. بيحميه حورس وتوت who are pouring water over the king. هما بيطلقوا مية على الملك. الصورة دي فين؟ الصورة دي موجودة في النورذرن وول. تمام. الصورة دي هنلاقي واحدة زيها بالظبط موجودة في الساذرن وول. يعني لما نيجي نبص كده على على السين، تمام، أو زي ما احنا شايفين هنا في الساذرن وول في الهايبوستايل هول، في عندنا صورة مشابهة أهو. الملك بيتم تطهيره على ايدين حورس وتوت. طيب نيجي بقى للساذرن وول. طبعا النوردن وول احنا عايزين نكتب ده على السين ده رقم 15. تمام. ونيجي نكتبه على على الماب هنا اهي رقم 15 الناحية دي، النوردن وول. نيجي بقى للحيطة اللي هي
الساذرن وول. الساذرن وول في عندنا 3 سينز، عندنا 3 رسومات. اول حاجه الملك بيعمل ايه؟ بيجري. The king is running the ceremony of the حبسد، بيجري جري الحبسد. running towards the امون and سخمت، يعني بيجري ناحيه امون وسخمت. ده كده نكتب عليه رقم 16، السين رقم 16 هو بيجري في طقس الحبسد. بعد كده رقم 17 بنعمل ايه بقى؟ هو بعد ما جري خلاص بقى بايه؟ بياخد شاور، بيستحمى. The king being purified by Horus and Thoth. تمام، اللي هي الرسمه اللي شبه الرسمه اللي على النوردن وول. The water is represented in the form of واسط and عنخ sign، والميه نازله عليه على شكل علامات الواسط والعنخ. نيجي بعد كده للسين رقم 18، بعد ما خلص الجري وبيستحمى يعمل ايه بقى؟ The king is suckling from 4 different forms of Hathor، بيرضع من اشكال حتحور الاربعه. and he is nursed in the arms of Isis، ومتشال على دراعات ايزيس كأنه زي بيبي. It also shows the king being modeled by خنوم in front of بتاع، يعني خنوم بيشكله قدام الإله بتاع، يعني زي كأنه إيه؟ بيتولد من جديد. يعني هو المفروض إنه عمل حبسد، يعني هو كأنه بيطور بيظهر إن هو بيتولد من جديد، أو بيظهر إن هو بيستعيد قوته. وبعد كده بيتم تطهيره وتجهيزه من جديد عن طريق حورس وتوت. وبعد كده بيرضع من القوة من أشكال حتحور، ومتشال على إيدين إيزيس، وبيتشكل على إيدين خنوم قدام الإله بتاعه، أهو زي ما احنا شايفين في الصورة. أدي أول حاجة خالص اللي هو بيعمل إيه وهو بيجري قدام أمون وسخمت أهو. تمام، ده أول سين خالص. بعد كده بيتعملوا purification بحورس وتوت، وبعد كده متشال على ايدين ايزيس. تمام، وبعد كده بيشكلوا خنوم قدام الاله بتاعها. دي كلها السينز اللي موجوده على الساذرن وول، ودي تعتبر اول سينز في المعبد بتاع سيتي. يبقى اول سينز موجوده فين؟ في الفيرست هايبوستايل هول. تمام، الساذرن وول دي اول سينز موجوده في معبد سيتي. طيب، يبقى احنا قلنا الرسومات اللي موجوده. النورذرن وول الملك بيتم تطهيره بحرس وتوت، وبعد كده الساذرن وول في عندنا الملك وهو بيجري في الحبسد، وبعد كده بيتطهر على ايدين حرس وتوت، وبعد كده بيرضع من حتحور وبيتشكل على ايدين خنوم. نيجي بقى نتكلم على السكند هايبوستايل هول. السكند هايبوستايل هول برضو عملها سيتي الاولاني built and decorated، لكن جه رمسيس وعمل ايه؟ repainted some of its scenes، يعني اعاد تلوين بعض المناظر، ما عدا المناظر الموجودة فين؟ نورثern اند ويسترن وولز، الحيطان الشمالية والحيطان الغربية. ده كده التعديل رقم 4 اللي عمله رمسيس الثاني. يبقى نكتب كده جنبيه دي. فبنقول بقى the whole is built of limestone، يعني الصالة دي معمولة من اللايمستون على 2 levels، على مستويين. الأرضية معمولة على مستويين. The floor of the western half is higher than the eastern one by 50 سنتيمتر، يعني الأرضية في النص الغربي للصالة، يعني نفترض إن الصالة عاملة كده. تمام، فالأرضية من عند ناحية الغرب الجزء ده أعلى، الأرضية دي مستواها أعلى من الأرضية اللي موجودة ناحية الإيست بارتفاع قد إيه؟ 50 سنتي. The roof of the hall is supported by 36، متشال على 36 عمود stone columns، 24 موجودين على الإيسترن سايد. تمام، يعني الناحية دي في 24 عمود. تمام، وبعد كده 12 تانيين on western side have no capitals and completely plain، وفي 12 في ناحية الويست. لما نيجي نبص كده على التصميم بتاعها اهو، ادي السكند هايبوستايل هول. فهنلاقي ان هنا اهو زي ما احنا شايفين، ده الخط اللي بيفصل الجزء الويسترن، الجزء الغربي، من الجزء الشرقي. هنا ال 24 عمود اهم، دول ال 24 عمود، ودول ال 12 عمود اللي هو بيقول ان هم ما عندهمش capitals خالص. have no capitals and completely plain. The columns in this hall form 7 aisles، يعني العمدان دي بتقسم الصالة لسبع سبع أجزاء صغيرة. 7 aisles، سبع ممرات. 6 of them end with ramps، 6 منهم بينتهوا بمطلع. المطلع ده بيدخل على shrine، يعني كل مطلع بيودي على shrine. while the middle 7th aisle leads to the shrine of Amun Ra ends with a flight of steps. ما عدا الشراين بتاع أمون را قدامه، بدل ما هو قدامه رامب، قدامه إيه؟
قدامه فلايت اوف ستابس. لما نيجي نبص كده هنا هنلاقي ان الشراينز في المفروض ان هم 7 شراينز. تمام، ادي هنا ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، تمام، اربعة، خمسة، ستة، وفي النص ادي السابع. السابع ده اللي هو في النص دوت قدامه فلايت اوف ستابس، قدامه سلالم. يعني هنا قدامه سلالم. السلالم دي بتدخل على على الشراين. لكن الباقيين قدامهم مطالع عادية. يعني لما نيجي نمسح كده بس الايه اللي احنا رسمناه الناحية دي هنشوف الشكل المطالع اللي معمولة اهو. ما بين كل جزء عمدان، ما بين كل جزء عمدان في رامب هنا، يعني في الحتة دي كده في رامب. هي دي هنا، ودي هنا في رامب، ودي هنا في رامب برضو. تمام. لكن هنا الجزء اللي في النص ده فيه سلالم. السلالم دي بتدخلنا على الشراين بتاع امون رع. طيب، بعديها بنقول السينز بقى اللي موجوده في السكند هايبوستايل هول. عندنا النورذرن وول شو شو ذا نمبر اوف سينز. النورذرن وول فيها عدد من السينز. اول سين بيبين ماعت ورمبت ستاندينج فيسنج اوزايرس. يعني ماعت ورمبت واقفين قدام اوزايرس، ووراهم إيزيس وجادز اوف ذا ويست وإلهة الغرب والإلهة نفتيس. السين ده موجود عندنا هنا اهو. السين اهم الثلاث آلهات واقفين. تمام. وقدامهم اوزايرس على طول. اوكي. اوزايرس ووراه ايزيس ونفتيس وجادس اوف ذا ويست، ومعت ورمبت واقفين قدام اوزوريس اهم. معت ورمبت واقفين قدام اوزوريس، وادي اوزوريس قاعد على الكرسي بتاعه. جميل. ده المفروض السين دوت هنرقمه، نديله رقم 19. سين رقم 19. جميل. وبنقول ان ورا نفتيس في ورا الالهات ثلاث الهات. behind them the wall is divided into three registers containing nine small gods in mummified. يعني تسع آلهة متحنطين زي ما احنا شايفين اهو، واقفين ورا. طيب، السين ده موجود فين؟ زي ما قلنا في النورذرن وول. نكتب عليه رقم 19. نمسح بس الحتة دي علشان نعرف نكتب. فبما ان هو موجود على النورذرن وول يعني هو موجود الناحية دي، فنكتب هنا 19. نمسح بس ده، نكتب هنا 19 لان هو موجود على النورذرن وول من السكند هايبوستايل هول. طب عندنا ايه تاني؟ بنقول في the second scene shows the king standing before Osiris. الملك واقف قدام اوزوريس and presenting him the statue of Ma'at، وبيقدم له علامة مa'at، وإيزيس وحورس واقفين ورا أوزيريس أهو. زي ما احنا شايفين هنا في الصورة، ادي الملك بيقدم علامة مa'at لأوزوريس، ووراه إيزيس وحورس. تمام. آه ممكن أقول سؤال للناس المركزة ومصحصحة، أو الناس اللي عارفة يعني. إحنا بنقول إن دي إيزيس، صح؟ يعني نمسح بس الدايرة دي أهو. بنقول إن دي إيزيس أهي، واقفة ورا أوزايرس. ليه إيزيس حط على راسها التاج بتاع حتحور؟ يعني ليه إيزيس حط على راسها اللي هو السولار ديسك اللي طالع منه قرنين؟ تمام. مش المفروض إيزيس التاج بتاعها اللي هو اللي بيبقى اللي هو كرسي العرش اللي هو الاسم بتاعها ايست؟ ده المفروض الكراون بتاعها. ليه الكراون بتاعها اللي هو قرص الشمس اللي حواليه التو هورنز اللي هو بتاع حتحور؟ اللي يعرف إجابة السؤال دوت يكتب لي في كومنت، وليه جايزة عندي اللي هيعرف الإجابة الصح. طيب نرجع تاني. يبقى بنقول إن الملك بيقدم علامة ماعت ل أوزيرس. نكتب كده عليه رقم 20. نيجي هنا في الرسمة برضو نكتب جنبيه إن هو 20. برضو موجود في النورذن سايد. فبنقول the western wall of the hall contains 7 doors. يعني في بقى عندنا إيه الحيطة الغربية اللي هي اللي بتودينا على الشراينز فيها 7 أبواب. تمام. and the wall connecting each door and the other decorated by scenes showing Seti the first kneeling or standing making offerings to the gods adjoining shrines member of the triad. يعني بنقول بقى ايه الحيطه اللي فيها السبع ابواب اللي بتدخل على السفن شراينز اللي هي المفروض الحيطه دي. تمام. بنقول ان الحيطه دي ما بينها وما بين متقسمه ابواب، كل باب وراه شراين. الرسومات اللي موجوده على الباب دوت بتبين مره، يعني هنشرح طبعا الرسومات دي بالتفصيل، بس هو بيقول ايه ان جنرال
بتبين ان سيتي وهو نيل بيركع او واقف قدام واحد من الآلهة بتوع الشراينز دول. هنعرف كده في طريقة لذيذة هنعرف نحفظ بيها الرسومات ديت، وهنعرف نميزهم. طيب اول حاجة لازم نبقى عارفين مين الجادز اللي موجودين في الشراينز ديت. علشان نعرف مين الجادز احنا ممكن ننزل تحت كده شوية. او السيفن شراينز من الرايت تو ليفت، يعني من اقصى اليمين لاقصى الشمال. عندنا حورس وايزيس واوزوريس، وفي النص امون رع، وبعد كده راح اختي، وبعد كده بتاح، وبعد كده الصور بتاعت سيتي الاولاني ذات نفسه. طيب يبقى من اقصى الشمال سيتي الاولاني. تمام، من اقصى الشمال سيتي الاولاني، بعد كده بتاح، بعد كده راح اختي. تعالوا نطلع فوق علشان نشوف السينز مع بعض. فبنقول اول حاجه الوول، الحيطه اللي ما بين الباب رقم واحد والباب رقم اتنين. تمام، الباب رقم واحد ورقم اتنين يعني المقصود بيهم الباب اللي هو هنا، الباب ده ما بين الأوضة رقم واحد والأوضة رقم اتنين. تمام، احنا الترتيب الأوض أهو: واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، السفن شراينز. جميل. السفن شراينز دول معمولين لمين بالترتيب كده؟ من الشمال، من الشمال خالص. أول واحدة فيهم بتاعت سيتي، بعد كده بتاح، بعد كده راح ورختي، بعد كده أمون رع، بعد كده إيزيس، سوري انا اسف، بعد كده اوزوريس، انا اسف، وبعد كده ايزيس، وبعد كده في الاخر خالص حورس. حلو الكلام، اهو زي الترتيب اللي احنا قلناه من شويه. طيب يبقى اول باب بتاع اوضه سيتي ذات نفسه، وبعد كده الاوضه اللي وراه اللي هي بتاعت بتاح. يبقى الباب اللي ما بينهم، الحيطه، انا اسف، الحيطه اللي ما بين الباب ده والباب ده، يعني خلينا نبص كده نعمل زوم اهو. نمسح بس الرسمة دي عشان نبقى ايه نعرف نكتب بشكل يعني أوضح شوية. تمام، خلينا نكتب هنا دي بس رقم أربعة. طيب يبقى الأوضة الأولانية دي بتاعت سيتي، الأوضة دي بتاعت سيتي الأولاني. حلو، والأوضة دي بتاعت مين؟ بتاعت بتاح. فإيه اللي هيحصل؟ الحيطة اللي ما بينهم، الحيطة اللي ما بينهم اللي هي الحيطة ديت هيكون عليها رسومات بتحمل صور لسيتي وصور لبتاح والعيله بتاعت بتاح. اللي هي مين بقى العيله بتاعت بتاح؟ سخمت ونفرتوم. هي قاعده ثابته كده. الرسومات اللي ما بين كل باب على الحيطه اللي ما بين كل شراين بيكون الملك مره واقف مع اله الشراين اللي قبله، ومره واقف مع اله الشراين اللي بعده، او واحد من عيله الاله ده او واحد من عيله الاله ده. الشراين ما بين ثلاثة وأربعة برضو الملك واقف مع الإله اللي في أوضة ثلاثة والإله اللي في أوضة أربعة، او حد من عيله ده او حد من عيله دوت. نفس الكلام بالنسبه لخمسه، اربعه وخمسه، وخمسه وسته، وسته وسبعه. حلو، تعال ناخد اول مره خالص اللي هي الاوضه بتاعت سيتي ذات نفسه والاوضه بتاعت بتاع، يعني ما بين الاوضه واحد واثنين. هنعتبرها، هنديها رقم كده باللاتيني. تمام، بالارقام اللاتيني نكتبها كده رقم، نكتب اي اللي هي اللاتيني اللي هي معناها واحد، عشان احنا استخدمنا A و B خلاص. تمام، ممكن نمسح دول علشان نكتب كده ما بينهم. دي هتبقى اي، دي هتبقى دبل اي اللي هي رقم اتنين يعني، بعد كده تريبل اي اللي هي تلاتة، بعد كده اي في يعني أربعة، بعد كده في اللي هي خمسة، بعد كده في اي اللي هي ستة، اللي هي الأرقام اللاتيني أو الأرقام الرومانية. ماشي، فبنقول بالنسبة للحيطة اللي ما بين الباب واحد واثنين اللي احنا هنعتبرها اي. تمام، او واحد يعني. بتبين ايه بقى؟ بتبين الملك وهو بيقدم الورد لبتاح وسخمت. الملك بيقدم ورد لبتاح وسخمت in the upper register في النص الفوقاني. في النص التحتاني بيقدم واقف مع نفرتوم، ونفرتوم embracing the king، نفرتوم بيحضن الملك. while on the other side موت presents the king with jubilee staff، يعني الإلهة موت بتدي الملك العصاية بتاعت الجوبلي. طيب
ازاي نقدر نطبق القاعده اللي احنا قلناها على الرسمه دي؟ احنا قلنا الاوضه رقم واحد دي الاوضه بتاعت سيتي ذات نفسه، الاوضه رقم اتنين بتاعت بتاح. يبقى الحيطه اللي ما بين واحد واتنين بتبين ان الملك واقف مع مين؟ مع بتاح ومع سخمت. ليه سخمت؟ لان سخمت مرات بتاح اصلا. طيب وبعد كده نفرتوم بيحضن الملك. ليه نفرتوم؟ لان نفرتوم هو ابن بتاح وسخمت. تمام. طيب ليه الملك واقف مع موت؟ لان موت هي المفروض ام الملك، يعني هي موت اساسا تعتبر الام بتاعت الملك، يعني هي الملك كاله. تمام. فموت هي تعتبر امه. طيب لما نيجي نشوف الكلام ده على الرسومات اهو، ال- الرسمه اللي ما بين الباب اهو واحد واثنين، اللي هي الرسمه بتاعت الملك وهو واقف مع بتاح وسخمت اهو. عرفنا منين ده بتاح؟ لان بتاح واقف جوه الشراين بتاعته، وادي سخمت اهي اللايونس واقفه اهي. تمام. وبعد كده الملك واقف مع نفرتوم، ونفرتوم بيحضن الملك. نفرتوم اهو الورد اللي فوق راسه. وبعد كده موت وهي بتدي الملك الجوبلي ستاف. حلو. يبقى المفروض ان الجزئيه دي، المربع ده، المربع ده كده هو الرسمه اللي هي اي. تمام. طيب نيجي بعد كده للسين اللي بعده، ما بين الاوضه 2 و3. الاوضه 2 و3 اللي احنا حاطين عليها رقم 2 او رقم دبل اي اهم، 2 و3. احنا عارفين ان 2 و3 دي الاوض بتاعت مين؟ الاوضه رقم 2 بتاعت بتاح، والاوضه رقم 3 بتاعت راحورختي. حلو الكلام. يبقى الرسمه بتاعتهم هتبقى عامله ازاي؟ هو بيقول في الابر ريجستر في الرسمه الفوقانيه الملك وهو kneeling in front of the Ishid tree، الملك بيركع قدام شجره الإيشيد وبياخد الحبسد ساين from God بتاح. يبقى هو بياخد علامه الحبسد من اله بتاح، وواقف وراه الاله راحور اختي. تمام. behind him راحور اختي، لان احنا قلنا ايه؟ راحور اختي موجود في الشراين رقم 3 وبتاح موجود في الشراين رقم 2. يبقى الملك واقف ما بينهم هما الاثنين. ذا lower ريجستر بتبين ايه بقى؟ الكينج هولدنج هاندز with God السخمت، واقف ماسك ايدين سخمت. ليه؟ لان السخمت زي ما قلنا مرات بتاح. وبعد كده ايه؟ بتديله علامه العنخ. It also shows حثور giving the king the breath of life. ايه ده؟ حتحور؟ طب ايه اللي جاب حتحور في الرسمه؟ لان احنا عارفين ان حتحور هي اصلا مرات حورس. تمام. وبنت رعى. فيبقى حتحور مرتبطه بمين؟ براحور اختي. جميل. تعالوا نشوف الرسمه هنا اهو. الملك قاعد عند الايش تري. جميل. وقدام منه بتاح، ادي بتاح قاعد وفي ظهره مين؟ راحور اختي. جميل. والملك بعد كده بياخد البريث اوف لايف من سخمت اهو. تمام. هو زي ما قلنا الملك بياخد علامة العنخ من سخمت. وبعد كده حتحور ماسكة ايد الملك، بس للأسف الرسمة مش باينة آه، في الرسمة اللي هي زي كده. يبقى احنا عارفين ان دي كده الرسمة دي اللي هي اتنين. حلو الكلام. احنا قلنا ان هنا بتاح راحوا لأختي في رقم 3 أهو. نكتب كده راح فور أختي. حلو. طيب مين بعد كده في رقم 4؟ رقم 4 عندنا اللي هو أمون. أمون رع. تمام. وبعد كده عندنا في رقم 5 عندنا أوزايرس. وبعد كده عندنا رقم 6 إيزيس. وبعد كده حورس. للأسف مش هنعرف نكتبها في المكان هنا، فممكن نمسح أوزايرس من هنا كده. معلش بقى أوزايرس. أوكي. يبقى رقم 5 عندنا أوزايرس. رقم 6 عندنا آه، إيزيس. ورقم 7 في الآخر خالص خالص. أوكي. طيب نيجي بقى نتكلم على السينز اللي موجودة ما بين 2 و3. تمام. سوري أنا آسف، نتكلم على السينز اللي هي ما بين 3 و4. طيب يبقى بنقول between door 3 and 4. احنا قلنا door 3 الأوضة اللي هي بتاعت 3 اللي هي بتاعت رحم رختي، والأوضة 4 اللي هي بتاعت أمون رع. يبقى الرسومات اللي موجودة ما بينهم
نكتب كده عليها رقم 3. الرسومات اللي ما بينهم ما بين امون را وما بين را حور اختي. طيب الملك بيعمل ايه بقى؟ بنقول the king is wearing the Atif crown. الملك لابس تاج العاطف kneeling before a representation of امون را، وبيركع قدام امون را. who is shown holding a jubilee staff. يعني امون را ماسك عصاية الاعياد behind the king representation of ram headed را حور اختي، وفي ظهره مين؟ را حور اختي. وفي ملحوظة كده ممكن ناخد بالنا منها، ان الملك مدي ظهره لرا حور اختي في المرتين. يعني جنب الباب بتاع راح رختي من ناحية بتاح، الملك مدي ظهره لراح رختي اهو. تمام. وفي الباب اللي هو ما بين امون رع وما بين راح رختي برضو الملك مدي ظهره لراح رختي. مش فاهمين ليه الملك مدي ظهره لراح رختي في الناحيتين. The lower register is standing shows a standing figure of the king receiving the breath of life from Isis. ايه؟ بياخد الحياة من إيزيس. تمام. On the other side of the scene the king is shown suckling from موت، وبيرضع من الإلهة موت. طيب هنيجي نسأل سؤال بقى، ايه علاقة إيزيس وموت بأمون رع ورع حرقتي؟ احنا عارفين ان إيزيس هي مامة مين؟ مامة حورس اللي هو رع حرقتي. يبقى إيزيس مرتبطة بمين؟ مرتبطة بحورس او مرتبطة برع حرقتي. تمام؟ وموت، طب موت بتعمل ايه موت في المكان دوت؟ موت هي مرات امون اصلا. يعني احنا عارفين ان امون مراته موت وابنهم خنسو، فيبقى امون مرتبط بموت. تمام. يبقى لما نيجي نبص على السين دوت اهو، الملك قاعد وقصاده امون رع بياخد منه الجوب الستاف، وفي ظهره مين؟ راحوا اختي اهو الناحيه دي. جميل. وبعد كده الملك بياخد البريث اوف لايف من ايزيس، وبعد كده بيرضع من مين؟ بيرضع من موت. تمام. وادي برضو للمرة التانية اهي او المرة التالتة، إيزيس لابسة التاج بتاع حتحور. تمام. موت بتلبس الدبل كراون. ده الطبيعي بتاعها، ده العادي بتاعها. جميل. يبقى ده كده السين اللي هو 3، ما بين الباب 3 و4. طيب نيجي بقى للي بعديهم اللي هو الدور 4 و5. احنا قلنا 4 اللي هو أمون رع، و5 اللي هو أوزوريس. تمام. لما نيجي نبص كده على الماب اهو، اهو ادي الباب رقم 4 اللي هو الأوضة 4 اللي هي أمون رع، و5 اللي هي الأوضة بتاعت أوزوريس. تمام. الأوضة ما بين الباب ما بينهم اللي هو الباب رقم 4. تمام. نكتب كده 4 اي في. طيب يبقى الرسومات اللي هنا هتكون ايه؟ هتكون ليها علاقة بأوزوريس وأمون. فبنقول the king is represented kneeling and wearing the Atif crown. راكع ولابس القاطف، وقدامه أمون رع، وبياخد الحقاء اند فليل، بياخد من الحقاء وفليل من امون رع. تمام. behind the king is representation of Osiris، ومدي ظهره لمين؟ لأوزوريس. تحتيهم shows خنسو giving the king breath of life. خنسو بيدي الملك علامة الحياة. تمام. والناحية التانية the king is representing as a child seated on the lap of Isis، قاعد على حجر إيزيس. جميل. طيب هنسأل بقى ايه علاقة خنسو بالموضوع؟ لأن خنسو هو ابن أمون، صح؟ يعني احنا قلنا ان امون مراته موت وابنهم خنسو، يبقى خنسو ابن لامون. حلو الكلام. طيب بتعمل ايه ايزيس؟ ايزيس مرات اوزوريس، يبقى ادي ايزيس مرتبطه باوزوريس. يبقى الملك بيعمل ايه؟ بياخد العصايه بتاعه الحقاء والعصايه بتاعه الفليل من امون رع، وفي ظهره الاله اوزوريس. وبعد كده بنلاقي خنسو بيدي الملك نفس الحياه، والملك قاعد على حجر إيزيس. حلو. دي الصورة رقم 4. زي ما احنا شايفين اهو، الملك بياخد الحقول والفليل من أمون رع، وفي ظهره الإله أوزوريس اهو. بعد كده الملك بياخد نفس الحياة من خنسو، وبعد كده بيرضع من قاعد على حجر إيزيس، مش لازم يكون بيرضع يعني. ادي كده السين رقم 4 ما بين الأوضة 4 و5. تمام. نيجي بقى للأوضة رقم 5 و6 اللي احنا السين 5 او في. The upper register بيبين ايه بقى؟ الكينج is kneeling and burning incense before Osiris، بيحرق بخور لأوزوريس.
seated behind the king representation of Isis holding the jubilee staff. وفي ظهره الإلهة إزيس. اشمعنى بقى؟ لأن احنا عارفين الأوضة رقم 5 بتاعت أوزوريس، الأوضة رقم 6 إزيس، فبالتالي هو قاعد ما بينهم هما الاثنين. تمام. تحتيهم الملك واقف shows whip ووت embracing the king، الإله whip ووت وهو بيحضن الملك. تمام. هتسألني سؤال بقى مهم، ايه whip ووت دوت؟ تعالوا نشوف الصورة بتاعته. لما نشوف الصورة هنعرف مين whip ووت دوت. اهو ادي whip ووت وهو بيحضن الملك. مين whip ووت دوت؟ اللي هو أنوبس. whip ووت كان واحد من الأشكال بتاعة الإله أنوبس. طيب هنسأل بقى سؤال أهم من كده، طب ايه علاقة whip ووت بأوزيرس وأيزس؟ وباووت أو أنوبس هو الابن الثاني لأوزوريس من نفتيس. احنا عارفين ان أوزوريس اتجوز إيزيس وجاب منها حورس، وأوزوريس اتجوز نفتيس وجاب منها مين؟ جاب منها وباووت، وبالتالي وباووت ليه علاقة بأوزوريس. طيب بعد كده الملك بقى واقف مع مين؟ مع الأخ بقى الثاني اللي هو حورس. تمام. The king is holding hands with حورس، لأن حورس احنا عارفين ايه؟ هو ابن إيزيس وأوزوريس، فالموضوع بقى ايه؟ شارح نفسه خلاص. وبواووت ابن أوزوريس من نفتيس، وحورس ابن إيزيس من أوزوريس. who is giving a breath of life. طبعا دي هتعتبر من أسهل الرسومات وأوضحهم، لأن هي شارحة نفسها يعني. أو زي ما احنا شايفين أدي الملك بيحرق البخور قدام أوزوريس، ووراه قاعدة إيزيس وبرضه لابسة الكراون اللي هو قرص الشمس، وما بين القرنين بتوع البقر. الملك واقف مع ووت وواقف مع حورس الناحية التانية. يبقى ده كده اللي هو الرسمة اللي هي هتبقى في. طيب نيجي بقى لآخر رسمة ما بين الأوضة 6 و7. الأوضة 6 و7 يعني الرسمة اللي هي تبقى رقم 6 في آي. احنا عارفين ان الرسمة ديت موجود فيها البابين دول، الأوضتين دول اللي هو ما بين إيزيس وحورس. فيبقى الملك بيعمل ايه؟ The king standing between Horus and Isis، واقف ما بين حورس وإيزيس وهو بياخد السبترز بتاعت Upper and Lower Egypt. تمام. طيب تحتيهم بقى هيبقى ايه؟ الملك برضو واقف بياخد البريث اوف لايف فروم ايزيس، بياخد نفس الحياه من ايزيس، والناحيه التانيه حورس بيحضنه. يعني هو ايه؟ ايزيس مع حورس، فبالتالي الملك واقف مع ايزيس وحورس، وتحت برضو واقف مع ايزيس وحورس. الرسمه ما فيهاش اي تعقيد ولا اي لعب. او الملك واقف بياخد العصيان من ايزيس وحورس، والملك واقف مع حورس وواقف مع ايزيس، ودي الرسمه في اللي هي في اي اللي هي الرسمه رقم 6. تمام. يبقى احنا كده خلصنا الرسومات اللي ما بين السفن شراينز. طبعا في ناس كتير بتعتقد ان الرسمه دي هي اصعب الرسومات دي هي اصعب جزء في المعبد، لكني شايف ان الرسومات دي هي اسهل جزء في المعبد، الموضوع سهل جدا. يبقى السفن شراينز زي ما قلنا from right to left، من اليمين بقى للشمال، نرجع بقى ناخدهم من اليمين لغايه اول واحده خالص. حورس، بعد كده ايزيس، بعد كده اوزوريس، بعد كده امون رع، بعد كده رع حرختي، بعد كده بتاح، بعد كده سيتي ذات نفسه دايفايد. In the center of the walls between the doorways and the shrines are small niches for offerings. يعني بنقول في الحيطان ما بين كل باب، ما بين كل شراين يعني، تمام، في نيشز بيتحط فيها الاوفرينجز للآلهة. جوه الشراينز بقى ايه اللي بيحصل؟ The roof is vaulted، السقف مقبي. vaulted اللي هو عارفين اللي هو السقف اللي عامل كده vaulted. decorated with stars، فيها رسومات النجوم، وflying vultures، والفولتشر اللي هي نخبت وهي طايرة وماسكة الخراطيش اللي فيها أسامي الملك. The walls of the shrines all show the king making offerings. الرسومات اللي موجودة في الشراينز كلها رسومات تقليدية بتبين الملك وهو بيعمل offerings للإله صاحب الشراين، أو لواحد في الترياد بتاعه، واحد من العيلة بتاعته، ما عدا الشراين بتاع سيتي ذات نفسه. الشراين بتاع سيتي فيه رسمة مميزة بقى، بيبين إيه؟ إن في بريست وهو بيعمل offerings قدام سيتي ذات نفسه. تمام. يبقى في الرسمة دي إحنا ممكن نزودها من الرسمة من الرسومات نحط الرقم بتاعها على الماب، نديها بقى رقم 21. رسمة رقم 21 إن الملك بياخد الملك في بريست بيعمل للملك بيعمل له الاوفرينجز. تمام، لأن هو كإله. فبما إن هي دي هنا في الأوضة دي، يبقى نكتب كده، هنا اللي هي نكتب هنا 21. 21 اللي هي رسمة رقم 21 إن الملك بياخد الملك بيعمل للملك الأوفرينجز. تمام، بيعمل له الاوفرينجز. فبما ان هي دي هنا في الاوضه دي، يبقى نكتب كده هنا اللي هي نكتب هنا 21.
ونعمل حواليها دايرة. تمام. نمسح بقى الحاجات دي كلها علشان ما يحصلش لخبطة في الشراينز او في الرسومات اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده. طيب، يبقى احنا كده خلصنا السفن شراينز والرسومات اللي ما بينهم. ونبتدي بقى نتكلم دلوقتي على الجزء اللي وراني من المعبد من ورا الشراينز. تمام. طيب، بنقول all the rear walls في ظهر كل الشراينز في عندنا blocked، يعني كل الظهر بتاعهم مقفول except for the shrine of Osiris، ما عدا الشراين بتاع اوزايرس. ليه بقى؟ لان الشراين بتاع اوزايرس بيودينا على الهول اوف اوزايرس، اللي هي الصاله بتاعت اوزوريس اللي موجوده في الظهر اهو. دي الاوضه بتاعت اوزوريس، ادي الظهر بتاعها هنا اهو، عباره عن ايه؟ باب بيودينا على الهول اوف اوزايرس. ادي الهول اوف اوزايرس اهي. The rear walls of the other six shrines are decorated by representation of a false door. يعني في كل السكس shrines التانيين في مكان فيه false door. تمام. ما عدا الشراين، ما عدا الهول اوف اوزايرس، هي اللي فيها باب. الشراين بتاع اوزايرس في باب بيودينا على الهول اوف اوزايرس. طيب، فوق الفولس دور في فريز اوف كوبراز، اللي هو اللي بيبقى الكوبراز اللي هو بتبقى مترتبه كده فوق الكورنيشه بتاعت الباب. تمام. وفي ريساس كمان for replacing a model boat، يعني في كمان التجويف في الحيطه. التجويف ده عامل زي بنش كده طالع من الحيطه، البنش ده بيتحط عليه الموديل بوت بتاعت الاله صاحب الشراين دوت. البوت بتاع الاله صاحب الشراين. The first six shrines show scenes of daily rituals، يعني جوه السين جوه الشراينز في رسومات للطقوس اليوميه اللي احنا قلنا عليها في الاول، اللي هي الطقوس بتاعت صلوات الالهه. ما عدا الشراين بتاع الست الاولاني اللي بيبين طقوس الاجداد او بيبين الصلوات لارواح الاجداد. ده كده بالنسبه للشراينز كلها. نيجي بقى نتكلم على الهول اوف اوزيرس، الصاله بتاعت اوزوريس. The back of the shrine of Osiris بيودينا على الهول اوف اوزيرس. It's a rectangular hall، صاله مستطيله طولها 12 متر وعرضها 10 متر. The roof is supported by 10 columns، والسقف بتاعها متشال على 10 عمدان مفهومش capitals. زي ما احنا شايفين في الرسمة اهم، ادي ال10 عمدان اهم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 عمدان موجودين في الهول اوف اوزيرس. الكولمز دي كلها bear inscriptions stating the king city renewed the temple of his father Osiris. يعني في عندنا كتابات بتقول على العمدان دي، بتقول ان سيتي هو اللي جدد المعبد بتاع بابا أوزيرس. This may indicate، ده بيوضح ان غالبا كان في older or ruined temple in the site of the temple of city الاولاني. يعني غالبا كان في معبد قديم في المكان دوت، والسيتي الاولاني هو اللي كبره وجدده. تمام. ده موجود في الهول اوف اوزايرس. لما نيجي نشوف كده الصور اللي موجوده في الكتاب على الهول اوف اوزايرس، هي مش موجود الصوره اللي على العمدان، موجود صور تانية هنتكلم عليها دلوقتي، صور اهم بصراحه. طيب، بنقول ان الاوضه دي was used by the Christians، المسيحيين استخدموها during the Coptic period. as a result، كنتيجه ان هم استخدموا الاوضه دي كمكان اقامه، ايه اللي حصل؟ the upper parts of the scenes were destroyed، يعني الاجزاء العليا من الرسومات باظت. while the lower parts still retain the original colors. لكن الجزء التحتاني من الرسومات اللي على الحيطان لسه متحافظ عليه. ليه بقى؟ لأن الناس اللي كانت موجودة this is due to the fact that the Christians، المسيحيين اللي كانوا قاعدين عملوا إيه؟ covered these paintings with a layer of stucco to make them invisible which helped in preserving them. يعني عملوا إيه؟ حطوا طبقة من البلاستر أو الستاكو، اللي هو طبقة من الجص، على الرسومات دي علشان يلونوا فوقيها. يعني احنا عارفين ان المصريين القدماء اصلا كانوا بيعملوا ايه بعد ما بيخلصوا بناء الحيطه؟ كانوا بيحطوا طبقه الجاتو او طبقه الاستاكو او طبقه البلاستر، طبقه الجص دي او طبقه الطين، بيمحروا يعني الحيطان وبعد كده يلونوا فوقيها او يرسموا ويلونوا فوقيها. فالمسيحيين اللي جم قعدوا في المكان عملوا ايه؟ عملوا نفس الفكره، ان هم بس بدل ما يكسروا الرسمه القديمه، لا هم محروا من جديد. يعني هم راحوا حطوا طبقة جص تانية علشان يلونوا رسومات تانية فوقيها. والحكاية دي هي اللي حافظت على الرسومات اللي فضلت موجودة على
الحيطان بتاعه الهول اوف اوزايرس. مش بس الهول اوف اوزايرس، ده تقريبا معابد الصعيد كلها، ال- الرسومات اللي كانت موجوده على حيطان زي مثلا حيطان الكرنك، على حيطان معبد الاقصر، تمام، مدينه هابو، اغلب المعابد ديت الرسومات اللي عليها اتغطت بطبقه الجص واترسم فوقيها رسومات بتاعت مسيحيين لما كانوا موجودين. وبرضه في الدير البحري، لدرجه انه يقال ان الدير البحري اللي هو معبد حتشبسوت كان عليه رسومات قديمه جدا من ايام العصور القبطيه، يعني الرسومات نفسها قديمه من العصور القبطيه. فالرسومات دي اضطر ان هم يشيلوها علشان يطلعوا الرسومات القديمه اللي هي بتاعت حتشبسوت اللي موجوده وراها. فدي كانت اثار ودي برضو اثار، بس طبعا الموضوع صعب ان هم بيشيلوا الرسومات اللي هي الرسومات القبطيه، اضطروا ان هم يعني اتكسر منها حاجات كتير علشان يطلع الرسومات اللي وراها اللي هي الرسومات بتاعت المصريين القدماء. طيب لما نيجي نكمل بقى فبنقول ايه هي اهم سينز موجوده في الرسومات ديت. The most important scenes in this hall موجودين على الويسترن وول، يعني على الحيطه اللي هي الغربيه، او الحيطه اللي هي اللي في الاخر خالص اللي هي دي اللي هي الويسترن وول. تمام، دي بقى هنكتب عليها الرسومات رقم كام؟ الرسومات رقم 22 و23 و24. تمام، ممكن نطلع فوق كده شويه نكتب عليهم 22 و23 و24. طيب ايه هي بقى الرسومات ديت؟ في عندنا اول سين بيبين erecting the jet pillar، اقامه عمود جد. الملك وهو بيعمل ايه؟ The king is assisted by Isis erecting the pillar، هو بيرفع عمود جد. احنا عارفين ان عمود جد ده واحد من الرموز بتاعت اوزايرس. At its base is a representation of the king on much smaller scale، الملك بشكل مصغر kneeling and wearing the white crown، يعني الملك بشكل مصغر وهو برضو بيسند معاهم العمود. يبقى دي نكتب كده الرسمة رقم 22، أول رسمة في الأوضة، الرسمة في أوضة أوزايرس أهي. ادي الرسمة بتاعت إقامة العمود جد، الملك وهو بيشيل عمود الجد بمساعدة إيزيس، والملك كمان على شكل مصغر أهو قاعد تحت بيسند عمود الجد، وبعد ما وقفه وهو بيعمل له offerings. دي الرسمة اللي احنا قلنا عليها رقم 22. طيب نيجي بقى للرسمة اللي بعديها. The second scene represent the king standing before a second pillar، الملك واقف قدام عصاية السكند pillar، تمام، اللي هي رمز للقوة. تمام، السكم اللي هي اللي بتبقى عاملة زي العصاية اللي بتبقى عاملة كده كده، بيبقى ماسكها النوبلز. تمام، دي اسمها علامة السخم. تمام، offering a loaf of bread، وبيقدم قدامها رغيف عيش. وتحت البيلر there is also a kneeling representation of the king، الملك بشكل مصغر who is wearing the Nemes headdress، الملك برضو لابس بشكل مصغر لابس النمس headdress. on the top of the second pillar، ومن فوق السكند pillar في two eyes of Horus، يعني السكند pillar من فوق في العينين بتاعت حورس مرسومين كده. تمام، behind it there is a standard on top of which there is a representation of Horus، ووراه في زي standard واقف عليه علامة حورس as a falcon. at its base a small similar representation of the king، وتحتيه برضو في رسمة مصغرة للملك. يبقى الرسمة رقم 23 اللي هي الرسمة بتاعت الملك وهو واقف مع السكند بيلر. تمام اهو، ادي السكند بيلر اهو. تمام، والملك وهو بيقدم اوفرنجز، بيقدم رغيف عيش للسكند بيلر، ووراه الستاندرد اللي واقف فوقيه حورس، والملك وهو بيسند الستاندرد، والملك مصغر وهو بيسند السكند بيلر. دي كده الرسمة رقم 23. حلو. طيب نيجي بعديها للرسمة اللي وراها اللي هي رقم 24. عندنا بيقول ايه the third scene represents the Isis and the king، الملك وإله أزيس standing on either side of the symbol of Abydos، واقفين حوالين العلامة بتاعت أبيدوس. Isis and the king are supporting it from the top، يعني الملك وإيزيس بيسندوا علامة أبيدوس من فوق، وفي رمزين للملك two kneeling representation of the king، وهم بيسبورت العلامة بتاعت أبيدوس from the bottom. تمام، اصلا العلامه بتاعت ابايدوس دي عباره عن ايه؟ بيقول the emblem is decorated from the top by the means of representation of the head of the king، يعني هو العلامه نفسها بتاعت ابايدوس عباره عن زي شكل راس الملك وهو لابس اليوريس ولابس باروكه فوق راسه. نيجي نبص كده على الرسمه اهو، ادي الملك واقف اهو بيعمل زي اوفرين وبيسند علامه ابايدوس، وبرده ايزيس واقفه من الناحيه الثانيه، وال
الملك بشكل مصغر، واقفين على يمين وشمال الستاندرد. والستاندرد اصلا عباره عن زي راس الملك وهو لابس الويج وفوقيها اليوريوس. تمام. ده كده بالنسبه للهول اوف اوزايرس والرسومات اللي عليها. طيب نيجي بعد كده للسمولر هول اوف اوزايرس، الصاله الصغيره بتاعت اوزوريس. الصاله الصغيره دي جنب الصاله اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. At the southern end of the hall of Osiris there is a shallow ramp، في مطلع قصير كده بيودينا على السمولر هول اوف اوزايرس. لما نيجي نبص كده على الماب اهي، دي اللي اسمها السمولر هول اوف اوزايرس، هي الاوضه دي. جميل. الاوضه دي فيها 4 عمدان بس، وطولها 10 في 9 ونص. الروف توب supported by 4 columns، 4 عمدان without capitals. The western and eastern walls of the hall contain 5 niches، فيها 5 نيشات. تمام. اهي في الحيطه اللي هي الايسترن والحيطه اللي هي الويسترن فيها 5 نيشز. النيشز دي كان علشان تحط فيهم ايه؟ دي the 10 made to contain statues، تحط فيهم تماثيل. on the southern wall في الحيطه اللي هي الجنوبيه there are 3 shrines probably dedicated to the triad of Osiris. يعني في الحيطه الجنوبيه في عندنا ال 3 shrines صغننين. تمام. دول غالبا كانوا معمولين علشان التريد بتاع اوزايرس اللي هو ايزيس وحورس. تمام. فهم كانوا زي شراينز صغيره كده معموله ليهم على جنب يعني. As for the scenes they are in bad condition، الرسومات اللي هناك كلها حالتها سيئه، والابر بارتس كلها متدمره. طيب ده كده بالنسبه للسمولر هول اوف اوزايرس، والجزء اللي هو عامه المين اكسس بتاع المعبد. يعني احنا كده خلصنا المعبد من تحت لفوق خالص، من الايسترن للويسترن سايد. نيجي بقى نتكلم على الايه الساذرن وينج، او نيجي نتكلم على اللي هو الناحيه الجنوبيه للمعبد اللي هو الجزء دوت. تمام. طيب اول حاجه موجوده في الساذرن وينج، this part of the temple is approached from the second hypostyle hall. يعني عشان تدخل المكان ده اصلا لازم توصل له من السكند hypostyle hall من هنا اهو. ده المدخل بتاعه من second hypostyle hall. خلونا نمسح كده الحاجات اللي جنبيها علشان نبقى شايفين المكان بشكل مقرب اكتر. اهو ادي السكند هايبوستايل هول، دي السكند هايبوستايل هول، وده المدخل اللي احنا بنخش منه على الساذرن وينج. من هنا تقدر تدخل للساذرن وينج. تمام. طيب فبنقول اول حاجه فيها contains the hall of soccer، في صاله اسمها صاله سكر وصاله نفرتوم. وفي عندنا الكوريدور اوف ذا كينجز اللي هو بهو الملوك، او اللي بنسميها الهول اوف انسيسترز صاله الاجداد. وبعد كده عندنا الهول اوف بوتس صاله المراكب. بعد كده عندنا السلوتر كورت صاله الاوفرنجز او صاله الذبح بتاعت الحيوانات. وفي عندنا ذا ويسترن باسج اللي هو الممر الغربي. وعندنا سام ستور رومز. طيب تعال ناخدهم واحده واحده. اول حاجه الهول اوف سوكر او الصاله بتاعت سوكر. الصاله دي طولها 16 متر في الطول، 8 متر في العرض. تمام. 16 في 8 contains a row of 3 round columns، يعني فيها 3 عمدان. جميل. However it seems that the original plan this hall is supposed to have 6 columns، يعني كانوا مفترض ان الاوضه دي يبقى فيها 6 عمدان في الاوضه بتاعت سكر ديت، بس هم عملوهم 3 بس. اوكي. اهو ادي عمود وادي عمود وادي عمود، 1 2 3. وغالبا هم كانوا ناويين يعملوا الجزء دوت 3 عمدان تانيين. تمام. هي دي الهول اوف سكر. جميل. طيب بنقول بعد كده only 3 were carved and the other 3 abandoned as they were still remain not fully carved against the wall. The western side there are 2 shrines، في عندنا 2 shrines في ناحية الويست والفولتد روف بتاعتهم. النورذرن وان معمول لسكر، والساذرن وان معمول لنفرتوم. جميل. يبقى التو شراينز اهم، المفروض ده معمول لسكر وده معمول لنفرتوم. الشراينز اللي هي اللي موجودة هنا في الجنب دي اهي. تمام. اللي بقول لهم الاثنين دول موجودين جوه الهول اوف سكر. The walls depict Seti the first worshiping God Sokar in various forms، يعني الملك وهو بيعمل worshiping للإله سكر في رسومات مختلفة. طيب نيجي بعد كده بقى الايه الكوريدور اوف ذا كينجز او الهول اوف انسيسترز. دي طبعا
تعتبر زي ما قلنا دي أهم حاجة في المعبد، ودي أكتر حاجة الناس بتزورها عشان تشوفها في المعبد، هي الكوريدور اوف ذا كينجز. It's also known as the Hall of Ancestors، صالة الأجداد. تمام، موجودة فين صالة الأجداد؟ أهي، هو ده المكان اللي فيه صالة الأجداد، المكان الصغير دوت. صالة الأجداد دي بنقول measures 28 meter in length، طولها 28 متر وعرضها 3 متر بس. It slopes gently towards the south، يعني هي منحدرة في اتجاه الجنوب، الأرضية بتاعتها. The walls are covered by the names of 76 kings، فيها أسامي 76 ملك من أيام مينا، وبتنتهي بسيتي الأولاني. وبعد كده لما جه رمسيس is mentioned and his figure is represented 4 times as if announcing he is the legal heir to the throne. وده التعديل رقم 5، يعني ممكن نكتب كده E. ده التعديل اللي عمله رمسيس على الحاجات بتاع باباه، ان هو زود الخراطيش بتاعته في الهول اوف انسيسترز. يعني بعد ما باباه خلص الرسمه، راح جه رمسيس وراح ايه، زود اساميه عليها. Among these scenes is the scene represent city the first as all signs of royalty and in front of him رمسيس الثاني on a smaller scale. ده من أهم الرسومات اللي موجودة، بتبين سيتي ورمسيس وهم ماسكين حبل، الحبل دوت مربوط حوالين سترونج بول، مربوط حوالين طور. لما نيجي نشوف كده الرسومات أهي، دي الأسامي بتاعت الملوك، وآدي الرسمة بتاعت الملك وابنه وهم رابطين طور وبيجروه وراهم. تمام. طبعا الرسمة دي بتبين إن الملك وهو يعني هو بيسيطر على مصر، أو هو اللي بيحكم مصر يعني. This scene has a certain significance that the strong bull represents Egypt، يعني الطور ده بيمثل مصر which is controlled by Seti and his son Ramesses II. وبالتالي برضو ده بيعلن declaring Ramesses II as the future king of Upper and Lower Egypt. طيب احنا ممكن ندي رقم للسين دوت، احنا اخر حاجه وقفنا عندها رقم 24، ممكن نكتب هنا ان هنا برضو الرقم 25 او السين رقم 25، اللي بيبين الملك وابنه وهم ماسكين الحبل رابطينه حوالين الطور اللي بيمثل مصر. The list ignores الليسته بقى اللي فيها اسامي الملوك ignores the king of the first and second intermediate periods، ما كتبتش اسامي ملوك العصر الانتقال الاول والثاني، اللي هم زي الاسره الثامنه التاسعه العشره، السبعه الثامنه التاسعه العشره، والملوك بتوع العصر الانتقال الثاني اللي هو الاسره 13 14 15 وال 16، وطبعا ملوك الهكسوس. وفي الاسره 18 ما كتبوش حتشبسوت ولا اخناتون ولا سمنخ كراع ولا توت عنخ امون ولا اي. طيب نيجي بعد كده للهول اوف ذا بوتس او صاله المراكب. صالة المراكب دي طولها 16 متر وعرضها 11 متر، السقف بتاعها متشال على 6 عمدان without capitals اهي. الهول اوف ذا بوتس اهي، ده المربع بتاع الهول اوف ذا بوتس. تمام. وادي ال6 عمدان اهم، 1 2 3 4 5 6، هي دي الهول اوف ذا بوتس. تمام. along the wall of there are benches، في عندنا بنشات اللي هي بتحط عليها السيكريد بوتس. There are two types of scenes in this hall، في عندنا رسومات نوعين موجودين في المكان دوت. أول حاجة painted scenes date back to the reign of Seti the first، يعني في رسومات متلونة بترجع لأيام سيتي. وفي عندنا carved and colored scenes that date back to the reign of Ramses the second، يعني في رسومات متلونة ومتزخرفة من أيام رمسيس الثاني. ده كده نكتب عليها F. ده كده التعديل رقم 6 اللي عمله رمسيس الثاني، ان هو زود رسومات على الهول اوف ذا بوتس. At the southeast corner of this hall there is a flight of limestone steps، في عندنا سلالم اللي بتودي على الروف the temple موجودة في الهول اوف بوت. نيجي بعد كده للسلوتر كورت او صالة الذبح. السلوتر كورت دي rectangle in shape، صالة مستطيلة bordered from three sides by a colonnade، يعني هي متحاطة من 3 نواحي بكولونيد بعمدان. تمام. The central part is open to the sky، والجزء الوسطاني بتاعها مفتوح للسماء. The scenes in this hall show representation of slaughtering sacrificial animals، وهم بيذبحوا حيوانات، يعني الرسومات اللي على الحيطان بتبين ذبح للحيوانات. تمام. طيب الأوضة دي موجودة فين؟ فهي تقريبا السلوتر كورت موجودة الناحية دي هنا كده. تمام.
نيجي بعد كده للويسترن باسج او الممر الغربي. الويسترن باسج دوت at the southern side of the corridor of the kings، يعني في الناحية الجنوبية من الكوريدور اوف ذا كينجز. في عندنا دور واي، في سلم that had opened on the western wall leading to the western entrance of the temple. يعني في عندنا ممر، الممر دوت بيوصل على المدخل الغربي اهو، ده الويسترن انترانس، المدخل الغربي للمعبد. تمام. المدخل الغربي للمعبد بنقول ان هو الجامز بتاعته، الدور بتاعته decorated by figures of city the first، يعني في عليها الاسامي والرسومات بتاعت سيتي الاولاني. The decoration of this passage began by Seti the first، يعني بدأوا سيتي الاولاني وكملوا ابنه رمسيس الثاني، هو اللي كمل الممر دوت اللي جاي من المدخل الغربي بتاع المعبد. ممكن نكتب عليه جي، وان ده كده يبقى التعديل رقم 7 اللي عمله رمسيس في المعبد دوت. تمام. يبقى عندنا المدخل الويسترن باسج دوت. تمام. ده هو المدخل الغربي للمعبد. تمام. والباب الجامز اللي هو السمك بتاع الباب بتزخرف بيه رسومات سيتي الاولاني، والممر نفسه عملوا سيتي الاولاني ويكملوا رمسيس الثاني. ده بالنسبه للويسترن باسج. نيجي بقى نتكلم على الرومز والماجازينز. بنقول في عندنا اوض كتير موجوده حوالين المعبد، نوت نون، مش عارفين ايه الغرض منهم، بس غالبا في منهم كان غرف للتخزين يوز ستور رومز، وفي غرف تانية كانت معموله administrative purposes، يعني للايه، للشؤون الاداريه بتاعت المعبد، يعني زي مكاتب يعني الموظفين بتوع المعبد. Recent excavations found some rooms and magazines occupying an area of 700 meters، يعني لقينا الأوضة، المكان الفاضي اللي هو 700 متر اللي حوالين المعبد، اللي هو الجزء ده. تمام. ده كان جواه في غرف كتير كانت موجودة. formed the main temple and the southern wing. Some of these rooms were used as living quarters by the priest، يعني كان بيستخدم كأماكن لإقامة الكهنة. آخر حاجة خالص في المعبد هو الانكلوجر وول أو الحيطة اللي حوالين المعبد اللي هي ديت. بنقول the temple is surrounded by enclosure wall، متحاط بحيطة حواليه من الماد بريكس، من طوب اللبن، many of which are stamped with the name of city the first، ومعظمها عليه أسامي بتاعت سيتي الأولاني. احنا ما عندناش رسومات في الجزء ده خالص. آخر رسومات شفناها كانت الرسومات بتاعت الكوريدور اوف ذا كينجز أو الهول اوف ancestors. ده كده بالنسبة لمعبد سيتي الأول.